يفوح الخزامة والندى ويا ريحة الجنة صباح الخير يا عنا يا حنا على حنا يا دار يا دار البنات العز لا هانت ولا هنا هني أشبال الجمال بيها يا دار البنات العز لا هانت ولا هنا هني أشبال الجمال. صباح الخير واهلا وسهلا فيكم من جديد ببرنامجكم الصباحي المتجدد ومتعدد الفقرات. حنا لحنا يسعد صباحكم اينما كنتم. طبعا اليوم في عنا عده فقرات كثير حلوين وكثير رائعات. الفقره الاولى راح تكون مع الداعيه والشيخ الدكتور عبد الله شواهنة. كان طبعا من عده ايام كان في العمره في بيت الله الحرام، ويعني الحمد لله تكرم علينا وصور لنا عده مقاطع وهن في بيت الله الحرام او في مكه بشكل عام والمدينه، ورح نعرض لكم هذا التصوير الجميل الرائع ونستضيف الدكتور شيخ عبد الله شواهنة نحكي عن العمره وثواب واجر العمره ورحله العمره بشكل عام. الفقره الثانيه رح تكون معنا شباب اسمهم شباب بسمه تغيير، بسمة حياة عفوا، بسمة حياة مساوين مجموعة شبابية طلابية متطوعين في الأعمال الخيرية والتطوعية. الفقرة الثالثة راح يكون معنا جمعية اسمها جمعية شباب بلا حدود، كمان أيضا مجموعة شبابية عندهم مبادرة بعد ببداية شهر 7 تقريبا. راح نحكي عن هاي المبادرة وراح نحكي عن كافة نشاطات مجموعة شباب بلا حدود. راح نطلع أول فاصل ونستقبل الدكتور الشيخ عبد الله الشواهنة. خليكم معنا. يا حنا على حنا صباح الخير يا عنا يا حنا على حنا يفوح الخزانة والندى يا ريحة الجنة يا دار يا دار البنات العز لا هانت ولا هنا هنيئة جبال فوق جبال فيها المجد يتغنى يا دار البنات العز لا هانت ولا هنا هنيئة جبال فوق جبال فيها المجد يتغنى. وإذا تتبدل الأيام حينما تبدلنا وإذا تتبدل الأيام حينما تبدلنا صباح الخير صباح الخير يا عنا صباح الخير يا عنا يا حنا على حنا فوح السماء والندى يا ريحة الجنة يا دار الكرام اللي هالك سن وفاسنا هي ما تعرف النكران يل تعطي بلا منا يا دار الكرام اللي هالك سن وفاسنا هي ما تعرف النكران يل تعطي بلا منا. إذا تتبدل الأيام حينما تبدلنا وإذا تتبدل الأيام حينما تبدلنا صباح الخير صباح الخير يا عنا
صباح الخير يا عمان، وصباح الخير لكل المشاهدين ومتابعين برنامج حنا لحنا، وصباح الخير لكل الطلاب اللي عم يقدموا توجيهي وعم يقدموا امتحانات. صباح الخير لكل الخريجين من الجامعات يلي عم يسببوا لنا شويه ازمه مروريه بعد ما عم يطلعوا من التخرج. من يومين شفت حالي صدقا مزعجه جدا، قاعدين على شبابيك الصبايا وقاعدين شبابيك الشباب وفرحانين بالتخرج، وقدر الله يعني الله لطف وما صار حادث. كان رح يصير حادث مؤلم جدا بشارع الجامعه بسبب رعونه بعض الشباب بالسواقه وسبب الازدحام الشديد، وكانوا مسرعين كثير وفرحانين وعم يزمروا وكل الناس قاعدين على الشبابيك. الله ستر، كان في باص ماشي كان ضرب السياره او ضرب الناس اللي قاعدين على الشباك، لانه كانوا قاعدين السيارات كانوا جدا قريبين من بعضهم ومسرعين. فرجاء من كل الخريجين بنقول لهم الف الف مبروك، بس افرحوا بشويه هيك حضاره، افرحوا بنفرح بس بشويه باسلوب جميل، ما نطلع بالسيارات، ما نسوي ازمه مروريه، ما نسبب ازعاج لغيرنا، ونحمي حالنا حتى ما نوقع لا سمح الله او يصير اي حادث. بنقول لهم الف مبروك، والف مبروك للخريجين كلهم اللي بالجامعات الاردنيه، وتمنياتنا بالتوفيق لكل الطلاب اللي عم يقدموا هلا حاليا توجيه وامتحانات. الفقره هلا رح نستقبل فيها الدكتور والشيخ والداعيه عبد الله الشواهنه، كان من عده ايام بالعمره. بنقول له طبعا عمره مقبوله وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، والحمد لله على السلامه. الله يسلمك محمد ويرضى عليك، حياك الله، اهلا وسهلا فيك. الحمد لله على سلامتكم. الله يسلمك ويرضى عليك. هلا بدايه اللي بيروح على الحج دكتور بيقولوا له يا حجي، يلي بيروح على العمره شو بيقولوا له؟ بيقولوا له ان شاء الله انك بتحج باذن الله تعالى. ما بيقولوا له يا عمري؟ طيب بدك اياه. طيب يا عمري تفضل. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك ويرضى عليك، اهلا وسهلا. بدايه بدك تحكي لنا على رحله العمره، او خلينا تعريفا نعرف المشاهدين شو يعني العمره، اجر وثواب العمره، وبعدين بنحكي عن الرحله اللي انتم كنتوا فيها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أحييك محمد رحابي أنت وجميع الإخوة في الجاليري هون، وحقيقة يعني وتلفزيون الجوسات اللي دائما يعني نحن نتشرف بالوجود فيه. العمرة هي جاءت مقترنة مع الحج في القرآن الكريم. في أكثر من آية في القرآن. في سورة الحج ذكرت، في سورة البقرة إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. أظن الآية رقم 158 في سورة البقرة. هذا الاقتران التام ما بين الحج والعمرة جعل العلماء يعتبروا أن العمرة واجبة مثلها مثل الحج. يعني كثير من العلماء قالوا بأن العمرة واجبة، وبعض العلماء وهو بقلة قالوا بأنها سنة مؤكدة. نعم. هنا عفوا تأتي أو هي بديل عن الحج؟ ليست بديل. نعم. الركن الأساسي من أركان الإسلام الخمسة هو الحج. نعم. ولكن العمرة واجبة، يعني وجوبها لا يقل عن وجوب الصلوات الخمسة في المسجد وما شابه ذلك. يعني الأجر عليها عظيم جدا جدا، وإن كان هناك بدائل النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها في من صلى الفجر وبقي جالسا حتى تطلع الشمس فكأنه أدى عمرة، من ذهب متوضئا من بيته ثم مشى إلى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين فله أجر عمرة إلى آخره. ولكن العمرة الحقيقية هي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيها العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ما لم تخشى الكبائر، يعني ما لم تفعل الكبائر. إذن العمرة واجبة وهو الرأي الأقوى في ذلك، وواجبة مرة واحدة في العمر، والزيادة فيها هي زيادة في الخير. جميل. أركان العمرة أو شروط العمرة؟ أركان العمرة 4 أركان لها. أولا النية مع الإحرام، وهو الذي يكون في آبار علي لأهل بلاد الشام مع الجحفة. طبعا أهل بلاد الشام غالبا ما بيذهبوا إلى المدينة ثم إلى مكة، فإن ذهبوا إلى المدينة أصبح ذو الحليفة اللي هو آبار علي هو الميقات الخاص بهم. ولكن إن ذهبوا مباشرة إلى مكة دون الذهاب إلى المدينة أو دون المرور بالمدينة فهم سيأخذون الجحفة وهي ميقات أهل الشام. هناك 5 مواقيت على كل حال في مكة يعني يستطيع الإنسان أو المعتمر أو الحاج أنه يحرم من خلالها. إذن الركن الأول هو النية مع الإحرام، والركن الثاني الطواف 7 أشواط حول الكعبة، والركن الثالث السعي بين الصفا والمروة، والركن الرابع التحلل من الإحرام وهو حلق الشعر أو تقصيره. طبعا أنا حلقت تحليق يعني تحليق. نعم. وهو لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلقين. قلنا يا رسول الله والمقصرين؟ قال رحم الله المحلقين. قلنا يا رسول الله والمقصرين؟ قال رحم الله المحلقين. المحلقين هنا يقصد فيها النبي صلى الله عليه وسلم يعني باللغة العامية هي اللي على الصفر. اللي على الصفر، أيوة، اللي على الموس احنا بنقولها، اللي على الموس. هذه طبعا تحط الذنوب حتى مع كل شعرة تسقط منك في هذا لك فيها حسنة، أو وفي رواية درجة، وتحط عنك بها خطيئة.
فكثير. ووردت هذه في سورة الفتح، في آخر سورة الفتح ذكرت محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، اللي هي لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. وإن قصر وجب، يعني ما وإن قصر ما في شيء. ولكن الأجر حقيقة من ذهب من بيته بنية العمرة تعب ودفع كل هذا المال، من الأصل يعني أن يأتي يعني بحسنات أكثر. الحسنات الأكثر الحقيقية هي مع التحليق. أنا هاي العمرة 34 ما شاء الله. في 34 عمرة حلقت، ما أذكر في عمرة من العمرات أني قصرت أبدا، يعني دائما تحليق، لأنه نحن أحوج أولا إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، ونحن أحوج إلى يعني أن نكون تائبين من ذنوبنا، والإنسان يشعر بأنه هاي النعمة اللي الله أعطاه إياها، نعمة الشعر، ممكن الاستغناء عنها. الصعب يا محمد لما يكون بيننا شاب شعراته طوال يعني عن جد تعبان عليهم وما شاء الله عليه وشيء رائع يعني، وفي الأخير تجده عند الحلاق ويقول له يلا على الصفر. يعني ساعتها دمعتك بتنزل. يعني أنا يمكن في عندي شوية صلع هنا فبيبينش زي ما حيشوفوا الناس بعد شوية. ولكن لما يكون إنسان تعبان، وخاصة شاب يكون عمره 23-24 سنة ويعمل هاي الحركة، حقيقة أنت تشعر أنه دعوتك نجحت، وأن يعني استطعت أن تقنع مثل هذا الإنسان أن يقوم بشيء عزيز على قلبه جدا، وهو شعره اللي بحط عليه جل وبظبطه وكل يوم برتبه وتسريحه وتعبان عليه، وفي الأخير يحلقه بالكامل. يعني حتى أنه بعض السيدات من كثرة حرتهم في هذا الموضوع، إحدى السيدات جاءت وقالت طب أنا بقدر أحلق على الصفر؟ يعني بتفكر إنه المسألة فيها شيء. حقيقة البعض النساء تقصير، النساء طبعا النساء شيء بسيط، خصلة صغيرة جدا، قدر أنملتين في الأصبع، يعني هالقد بالتمام، هذه الحجم من أي جهة كانت، على أن لا تقل عن 7 شعرات، يعني أن تكون سميكة قليلا من أي جهة من شعرها خلاص تتحلل. طبعا نحن إن شاء الله في الأيام القادمة راح يكون في عندنا موضوع مخصص عن العمرة، وشرح للناس كيفية أداء العمرة، ويعني الأجر والثواب تبع العمرة أكثر، لأنه نحن الآن في أيام العمرة وأيام بالتأكيد يعني موسم مثل ما بيسموه موسم العمرة. إن شاء الله راح يكون نخصص فقرة. نحن اليوم حابين نحكي عن الرحلة اللي أنتم رحتوا فيها، مجموعة ما شاء الله عليكم من الدعاة، مجموعة من الشباب، طلعتوا رحلة رائعة يتمناها أي مؤمن وأي مسلم يتمناها. وشفنا الصور ورحت أنا جلست معك وحكيت لنا عن الأجواء اللي كانت الأجواء الإيمانية الرائعة. احكي لنا شوي شلون تمت يعني ترتيب الرحلة، شلون رحتوا على الطريق، كيف وصلتوا، وبعدين بنشوف الفيديو اللي نحن يعني حصلنا عليه منك. الله يرضى عليك. أنا أولا أتقدم بالشكر، عفوا يعني أعذرني، لشركة الركاز اللي قامت بهذه الرحلة، رحلة الدعاء، واللي طبعا كلفتها. يعني شركة الركاز الأخ محمد النتشي المدير لا يهتم بالمسائل المالية، يعني كشركة ما بيهتم بالمسائل المالية، هو بيهتم بالجودة أكثر من المسائل المالية. حتى الفنادق اللي بيختارها على الغالب، وأن كان هناك بعض الكلام صار مسكين موضوع المدينة، وحقيقة يعني كان له موقف رائع في هذا الموضوع، إلا أنه دائما بيختار الشيء اللي يريح المعتمرين. كان معنا الأصل الدكتور زغلول النجار والدكتور أحمد نوفل، الدكتور وجدي غنيم، كان الأصل يكونوا في رحلة العمرة، لأنها رحلة الدعاء، وأمجد قرشة أبدأ استعداد أن يكون معنا 2-3، ولكن صار ظرف معين بالنسبة للدكتور زغلول، وجامعة العلوم الإسلامية قدمت الامتحانات فما استطاع أن يكون معنا. المهم الرحلة كانت يعني قمة في الروعة، الناس اللي كانوا فيها رائعين جدا. الله رزقنا بشابين 2، شاب اسمه ليث وشاب اسمه عمر، استطاعوا أنهم يغيروا جو الرحلة بالكامل، بالفرح والابتسامات، وإعطاء صورة مشرقة عن الدعوة المتجددة التي نطلبها الآن أن تكون دون تعصب وتشدد من الشباب المتدين. النقطة الثانية الحدود الأردنية. الحدود الأردنية ما زالت هي عطائها، سهولة المعاملات، سرعة التعامل مع المعتمرين بهذه الروح الطيبة اللي احنا نفتخر فيها. يعني والله أنا أقدم لهم شكر جزيل على الهواء مباشرة، الشباب النشامة اللي موجودين إن كان في الجمارك في العودة أو في الحدود، رجال الأمن العام، حقيقة يعني التعامل من ألطف ما يكون وأجمل ما يكون، وهذا شيء يشكر عليه. أما الحدود السعودية فإيذاء ليس بعده إيذاء، واستهتار بمشاعر المعتمرين ليس بعده استهتار، ويعني تعامل سيء للغاية مع الناس بطريقة لابد أن تكون هناك مراجعات دولية على الأقل في الحدود للناس المعتمرين اللي رايحين يزوروا بيت الله الحرام، إن كان من فلسطين أو من الأردن أو من سوريا أو من لبنان، اللي مضطرين إنهم يوصلوا إلى حدود المدورة. يعني حقيقة لا إنسانية أبدا في التعامل، لا في الذهاب ولا في العودة.
تعمد حقيقي للتأخير، استهتار بالمشاعر بأنه تجد الرجال يجلسون ما بدهم يشتغلوا. لما يأتي الإنسان ويقول له أخي واجبك أنك يعني تقوم بالواجب لهذا الباص، هؤلاء ناس ذاهبين إلى العمرة، يعني بالعربي اقلب وجهك روح في باصك، تأخير 4 ساعات، يلا عشانك حكيت الكلمة هاي. هذا استهتار بالمشاعر وبشكل كبير جدا. وأنا أوجه رسالة للسفير السعودي، إذا لم يكن هناك تعامل حقيقي مع المعتمرين إحنا سنوجه رسالة أنه ما بدنا نروح عمرة، خلاص انتهى، خلي مكة والمدينة إلكم وإحنا إلنا نية العمرة بإذن الله تعالى. أما يجب أن يكون هناك احترام إنساني على الأقل للناس اللي ذاهبين إلى مكة والمدينة، وأن يكون هناك مشاعر معينة. انتهينا من الحدود يا سيدي، والحمد لله قطعت الحدود. بعد الحدود طبعا الأمور ميسرة، ما في شيء. يعني أنت تصل بتمر إلى تبوك، ثم إلى تيماء، ثم تصل بعد ذلك إلى خيبر، ومن خيبر تذهب إلى المدينة المنورة. نجلس في المدينة عدة أيام، نسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، نصلي في الروضة الشريفة، نذهب إلى البقيع، نشاهد مقبرة البقيع التي كان فيها ضمت كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نذهب إلى أحد، المساجد السبعة، مسجد قباء. هذه كلها مشاهد ويعني أشياء موجودة في المدينة أنت تذهب إليها. أيضا في بعض القصور، قصر كعب بن الأشرف مثلا ممكن أن تذهب إليه، المكان الخندق الذي حفره النبي صلى الله عليه وسلم بيده هو وأصحابه. أيضا الآبار المشهورة، بئر معونة وبعض الآبار الموجودة في المدينة، البئر الذي اشتراه عثمان بن عفان وأبو بكر الصديق وأسقوا الناس منه. هذه كلها ملامح مدنية طيبة. تراب المدينة، بساتين المدينة، مزارع المدينة، التمر، الشجر، النخل اللي موجود، ورؤية الرطب الصغير وهو أخضر الآن، طبعا بعد شهر بصير أصفر، وبعد 3 شهور بصير تمر. هذا المنظر الرائع اللي يشاهده المعتمر وهو مش موجود عندنا في عمان على الأقل، ربما هناك على طريق العقبة من طريق الساحل اللي عندنا، طريق الأغوار موجود أكم نخلة عندنا، ولكن أن تشاهد هذه الكميات الهائلة، هذا منظر أيضا المعتمر يحب أن يراه. أنتوا أول ما وصلتوا على المدينة المنورة؟ إحنا قبل ما نوصل على المدينة نزلنا في خيبر، عرفنا المعتمرين بما أنها رحلة دعاء، نزلناهم على خيبر، تعرفوا على خيبر، شافوا خيبر، شافوا المناظر اللي في خيبر، شافوا الحصون اللي كانت موجودة، كيف كانت المعركة، كيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يحاصر الحصون 17 ليلة، ثم كيف كان النصر للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان معه علي بن أبي طالب ومجموعة من أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. فجلسنا في خيبر ساعة تقريبا أو ساعة ونصف، ثم توجهنا إلى المدينة، إلى التحليل. إلى المدينة جلسنا فيها 4 أيام. وطبعا أهل الأردن إن ذهبوا يوم الأربعاء مثل اليوم يجلسوا 3 أيام و5 أيام في مكة، ويجلسوا في المدينة 3 أيام، يصلون في المسجد النبوي. أجر الصلاة في المسجد النبوي 1000 صلاة. هاي الأيام اللي بتقول عليها أن 3 أيام بالمدينة أو 4 أيام بمكة ليست شرط، يعني ليست شرط، يعني هي حسب الرحلة اللي أنت طالع فيها. حسب الرحلة. نعم أنا أتكلم عن الرحلات البرية. نعم حسب الرحلة اللي طالع. نعم أما ليست يعني شرط. بيمشي الحال يوم واحد تروح يوم واحد. نعم. حتى لو لم تمر على المدينة. نعم. عمرتك مقبولة. العمرة يمكن ساعة واحدة تقوم، ساعة ونصف تستطيع أن تؤدي مناسك العمرة. نحن رح نشوف أول مقطع للعمرة أو بداية العمرة تبعكم، ونرجع بنكمل حديثنا إن شاء الله. رح نشوف هذا المقطع الجميل لبداية العمرة للشيخ عبد الله شواهنة ومجموعة الدعاة والمعتمرين اللي كانوا معهم. طبعا بدنا ننوه انه السيد محمد النتشة الشاب صاحب شركة الحج والعمرة والسياحة والسفر هو شاب عمره 22 سنة، يعني شاب صغير ما شاء الله، عنده شركة عم يطالع الناس للعمرة وعم يطالع الناس رحل وعم يشتغل. طبعا رح ان شاء الله نستضيفه ونحكي عن قصة نجاح هذا الشاب، شلون وصل لهي المرحلة من النجاح والتفوق والتميز بين شركات السياحة والسفر. رح نشوف المقطع الفيديو ونرجع نكمل مع الدكتور والشيخ عبد الله شواهنة. خليكم معنا. يا حنة على حنة وصلت الحين سلم عبا فطيمة، متى
نؤدي العمرة إن شاء الله مع المعتمرين، وسندخل الباص الآن تكون النية إن شاء الله، نية العمرة والتلبية، ثم نتوجه إلى مكة المكرمة مع رحلة الدعاء وشركة الركاز للحج والعمرة بإذن الله تعالى. نتمنى من الجميع أن يؤدوا عمرة طيبة مباركة، وهذه تحية لتلفزيون الجوسات، ونحن في آبار علي في المدينة المنورة، ومحمد الرحابي ولجميع العاملين هناك، متمنين لهم إن شاء الله رحلة في العمرة قريبا بإذن الله تعالى. عثمان بن عفان ذو الحياة والإيمان، عثمان بن عفان ذو الحياة والإيمان، يا جامع القرآن ويا شهيد الدار، يا طير وين بروح نحو المدينة السالي، إلا بلغ سلامي لكامل الأنوار، علي بن أبي طالب يا مظهر العجائب، علي بن أبي طالب يا مظهر العجائب، يا ما مزت كتائب بسيف ذي الفقار، يا طير وين بروح نحو المدينة السالي، إلا بلغ سلامي لكامل الأنوار، والمدينة يا روحي وانتي دوا لجروحي، والمدينة يا روحي. صفة الجمال صفة رائعة جدا إذا كانت فيها جمال الروح، يعني ليست فقط جمال الجسد أو الصورة اللي الله خلقه فيها، بل إذا كان فيها صفة جمال الروح بتشعر بالفرق. يوسف عليه السلام سبحان الله كان عنده جمال لسه أكثر من جمال الجسد اللي النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: إن أخي يوسف أعطي شطر الحسن. شطر الحسن يعني نص الجمال اللي الله خلقه في الكون، نصه كله عند مين؟ عند يوسف عليه السلام. وأنا متأكد أنه ليست المسألة مسألة شطر جمال إيش؟ فقط جمال جسمي، ولكن جمال الروح اللي كانت عنده من هو طفل صغير. طبعا يوسف عليه السلام عاش في فلسطين، والمنطقة اللي عاش فيها أنا ذهبت إليها في زيارة قبل كذا سنة، وذهبت إلى البئر الجب اللي وضعوه إخوانه فيه، قريب على منطقة بئر السبع ومنطقة الخليل. هو ما بين بئر السبع وما بين الخليل عاش سيدنا يوسف عليه السلام، هو ويعقوب. يعقوب هاجر هجرتين طبعا كما نعلم، هاجر من بلاد الجزيرة العربية إلى بلاد الشام، ثم استقر في منطقة بئر السبع وتزوج زوجتين، الزوجتين أختان، يعني تزوج ثنتين أختين. عشان هيك في آخر السورة لما ربنا سبحانه وتعالى بيحكي عن سيدنا يوسف إنه وضع أبويه على وين؟ على العرش وخروا له سجدا. أبويه اللي هم مين قصده؟ أبوه وأمه، صح ولا لا؟ لا، الحقيقة هو أبوه وخالته وليس أمه، لأنه والدته ماتت وهي تلد في بنيامين الطفل الصغير، هو وبنيامين الأم. وتزوج يعقوب عليه السلام أخته، وكانت أخته كان يجوز أيامها الجمع بين الأختين. احنا بس في ديننا الإسلامي لما أجى محمد صلى الله عليه وسلم نهى عن شغلتين كانتا موجودتان في الجاهلية وكانتا موجودتان في من سبقنا من الأنبياء. المسألة الأولى الجمع بين الأختين أو الجمع بين البنت وعمتها وخالتها، والمسألة الثانية زوجة الأب، تحريم أن يتزوج الرجل من زوجة أبيه. قبل الإسلام كان موجود أن الرجل يستطيع أن يتزوج زوجة أبوه، يعني نعم إذا أراد يعني يرث وراثة، يعني قصده عمي أبو سامر إنها من الإرث، ولكن كان يستطيع أن يتزوجها. أجى الإسلام ومنع هاتين العادتين اللتان. اهلا وسهلا فيكم من جديد. طبعا المقاطع الفيديو ما شاء الله طويله، رح نحاول نعرض لكم اياها في مرات قادمه ان شاء الله، يكون معنا وقت اطول. مثل ما شفنا هي بدايه كانوا في بآبار علي، بعدين توجهوا الى المدينه المنوره، وكانت هي اول المحاضرات او احدى المحاضرات الموجوده في هذه الرحله، رحله العمره اللي هي اسمها رحله الدعاة. موجود فيها عده دعاة، يوميا كان في او باليوم في عده محاضرات، وهي شفنا مثل ما شفنا هاي المحاضره
ومعلومة جديدة شيخ ربما تكون جديدة على الكثير من المشاهدين، يلي هي أم ووالد سيدنا يوسف. نحن بنعرف أنه بالفعل هي أمه وأبوه، هلا معلومة جديدة سمعناها أنه هي مو أمه، هي خالته. طبعا هي أمه توفت وهي تلد الطفل الصغير بنيامين. نعم. ماتت، فقامت بالتربية خالته اللي كان متزوجها يعقوب أصلا، اللي هي أنجبت الأبناء الباقيين. نعم. هلا المحاضرات اللي أنتم بلشتوا تقدموها هناك للمعتمرين أو الدعاة اللي كانوا موجودين معكم، على أي أساس تم ترتيب المحاضرات أو المواضيع؟ والله لا شفنا المحاضرة هي عم تحكي فيها عن الروح والجمال وسيدنا يوسف احنا الحمد لله يعني جاءت رحلتنا مع رحلة الجامعة الأردنية. نعم. والجامعة الأردنية ضمت كثير من الأساتذة، ومنهم الدكتور محمد الريان والداعية المشهور يعني. نعم. وأعطى محاضرة في المعتمرين. كان المغامسي كمان سيعطي محاضرة، الشيخ أبو بكر الشاطري المقرئ المشهور في جدة. الحقيقة احنا متعودين انه لما نروح على المدينة ومكة انه يكون معنا الشيخ صلاح البدير إمام الحرمين، فمتعودين انه نذهب الى هؤلاء الدعاة وهؤلاء الناس العلماء، محمد المختار الشنقيطي والمغامسي والجهني وغيرهم، فيقوموا بإعطاء المحاضرين. نأخذ طبعا شركة الركاز الجميل فيها أنها تأخذ فندق 5 نجوم حتى يكون في صالة زي الصالة اللي رأيناها الآن، قاعة، هذه قاعة اسمها قاعة محاضرات، قاعة لرجال الأعمال في فندق أراماس في المدينة. وهذه تحية لأخونا في سليمان في فندق أراماس، وهو أردني مدير الفندق في المدينة، شاب أردني من الجنوب، بس الحقيقة يعني من خيرة من رأت العيون. أعطانا القاعة مجانا يوميا اعملوا فيها المحاضرة بدكم إياها، بل كلف بعض المستخدمين الموظفين عندهم بتقديم الشاي والقهوة والعصير والمشروبات الساخنة والتمر، حتى الرطب اللي جابوا من أغلى الأنواع اللي احنا كنا ندور عليه ب 100 ريال وب 120 ريال، كان هو يجيبه يوفروا يعني شيء رائع يعني. ففندق أراماس لهم منا ومن قناة الجوسات يعني تحية طيبة، الله يجزيهم الخير. فأقول هذا كله ساعد على أنه يكون عندك جدول للمحاضرات. كثير من المعتمرين بيطلع على العمرة مدة 10 أيام ما سوى شيء، ما حضر محاضرة، ما جلس جلسة إيمانية حقيقية. احنا لسه في كمان جلسات التعبد وقراءة القرآن وتلاوة القرآن في داخل الحرم المدني، وأحيانا في مكة المكرمة في داخل الحرم المكي. هذه كلها محاولة أن نجمع المعتمرين على شيء يعطيهم جرعة حقيقية إيمانية حقيقية يستطيع من خلالها أن يغير منهجه إذا عاد من وللأسف دكتور الكثير من شركات السياحة وشركات الحج والعمرة وقت بينظموا رحلة عمرة يكون هناك مرشد إنسان طبيعي، يعني ما عنده هالخلفية الدينية أو الثقافية الدينية أو حتى الشرح اللي أنتم بتشرحوه، مثل ما كنت عم تشرح هلا رح نشوف أنت واقف على جبل أحد عم تشرح لهم شلون صارت محركة، عم تشرح لهم هي آبار أحد، في شرح كبير مثلا. ورحتوا وصلتوا على مكة المكرمة شرحتوا لهم شو يعملوا، شو يدعوا، كيفية الطواف، من أين يبدأ الطواف، أين وقف النبي صلى الله عليه وسلم، أين وقف للدعاء، أين صلى مثلا ركعتين. هذا كله مو موجود. يعني أنا جربت ورحت رحلة عمرة، ولكن كان الإنسان اللي المرشد الموجود معنا كان يستعين بنا أحيانا إنه شو بدنا نعمل هلا، شو رح نساوي هون، شو فيه. فالمفروض أظن أنا يعني هي رسالة لكل شركات الحج والعمرة أن تخصص أناس بالفعل مختصين أو خريجين شريعة، خريجين دعاة فعليين. يعني ما نطلب منهم على مستوى يجيبوا أنك الرحلة، لا، بس يكون في عنا ناس كفؤ لهذا الموضوع، لأنه أحيانا يمكن بيجوز يروحوا العمرة للمعتمرين بسبب غلط مثلا أو خطأ يرتكبوه. صحيح. يعني هذا احنا نحمله لوزارة الأوقاف حقيقة. يعني وزارة الأوقاف تحرم بعض الأئمة بسبب أنها لا تستطيع أن تعطيهم إجازات متكررة، تحرمهم في موسم العمرة بأن يذهبوا 2 أو 3، وعندهم المقدرة، وهم بالعشرات إن لم يكن بالمئات، عندهم المقدرة أن يقوموا بالشرح والاستعداد بزيارة كثير من المناطق، يعني خلينا نقول أحداث السيرة النبوية. وتعريف الناس فعلا زي ما تفضلت محمد، أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم، أين وقف النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا فعل هنا صلى الله عليه وسلم، كيف كان معاملته مع أصحابه صلى الله عليه وسلم، كيف بني المسجد، أين بدايات بناء المسجد. هذه واحدة. النقطة الثانية وهي الأصعب يا محمد والأنكى والأتعب، إنه السلطات السعودية مجرد ما ترى معك كاميرا أنت بتصور لتلفزيون أو بتصور لتعريف الناس أو كذا، تبدأ يعني مع أنه الإخوة الإيرانيين لهم كامل الحرية بالتصوير في كل شيء في أي مكان، إلا إحنا العرب ممنوع واحد يكون ما بعرف يعني شو فيها لو تم تصوير شيء مقطع معين في الحرم المكي أو الحرم المدني أو كذا، والناس معاها كاميراتها ومعاها يعني خلوياتها اللي فيها كاميرات بطريقة مو طبيعية، وطبعا بيحاولوا يعملوها بطريقة شرعية. ماذا تستفيد؟ لماذا تريد أن تفعل؟ ضد من الكلام، وبعدين بدأ الهجوم عليك.
اسلوب يعني احكي يعني هذه النقطه الثانيه. لو ان الناس يعني لو انت زي تلفزيون الجوسات، الله يجزيك الخير يا محمد رحابي، وحقيقه يعني تحيه لك لهذا الشيء اللي انت بتقوم فيه. لو انه فعلا يتم التصوير وبث على التلفزيون الاردني مثلا او نورمينا او التلفزيونات اللي موجوده الاردنيه، رحلات دعاء مشايخ علماء مشهورين من الاردن، وتتم معهم كاميرات ويتم التصوير، وهنا صار كذا وهنا كذا، حقيقه الناس ستطالب بعد ذلك اللي بروح عمره انه يكون في جدولها مثل هاي الامور، وشرح مبسط وشرح مبسط. طيب رح نشوف الشرح الاخر اللي انتم كنتوا واقفين فيه على جبل احد، رح تشرح لنا عن معركه احد. طبعا قبل ما نشوف هذا المقطع نحن حابين نقول اللي عم ينتظروا الفقره الثانيه اللي هي بسمه حياه، ان شاء الله رح يكونوا شباب بسمه حياه معنا بعد هاي الفقره ان شاء الله بعد ربع ساعه او 20 دقيقه، فتحملونا معلش تاخرنا عليكم. رح نشوف هذا المقطع اللي الشيخ عبد الله شواهني كان واقف فيه على جبل احد وعم يشرح للمعتمرين شرح رائع وجميل، والله كل واحد رح يشوفه رح يتمنى انه لو كان موجود معهم ويسمع هذا الشرح بالتفصيل والدقيق الممل، كان جدا رائع. خليكم معنا. يا حنة على حنة. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين وين المسجد؟ مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، المسجد النبوي هيو أمامنا مباشرة، بيننا وبينه بس 2 كيلو بالتمام، بيننا وبين المسجد النبوي 2 كيلو. الرسول صلى الله عليه وسلم كان ساكن في المسجد النبوي، بيوته زوجاته في المسجد النبوي، كان إذا جن عليه شيء في الليل مشى هالمسافة هاي كلياتها مشيا على الأقدام، وأجا وجلس هناك في الشق. هاي الشق اللي بحب يتفرج عليه هيو في هذا الجبل أمامنا مباشرة. هاي في جبل صغير وهنا جاي في جواته الشق. هذا الشق اللي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يروح يجلس فيه. الآن لما أهل مكة أرادوا أنهم ينتقموا من النبي صلى الله عليه وسلم بدل ما صار في بدر، فقالوا لازم أنه نقاتلوا في داخل المدينة. الرسول عليه الصلاة والسلام وصلوا الخبر أنه 3000 من مشركين مكة طلعوا من مكة وبدهم يقاتلوا النبي عليه الصلاة والسلام. فالرسول استشار الصحابة، قال لهم مين بده يطلع معي؟ كل الصحابة قالوا بدنا نطلع معك. كانت لسه الدعوة في بدايتها في السنة الثالثة. فمجموعة من الصحابة قالوا يا رسول الله نقاتل في داخل المدينة. داخل المدينة مقصود هناك داخل المدينة الجهة الشرقية، هاي اسمها الجهة الشرقية اللي فيها الحرة الشرقية. وأطام المدينة هاي اللي شايفينها، شوفوا الجبال الصغيرة هاي، شايفين في جبال صغيرة، هاي اسمها آطام المدينة، اسمها آطام المدينة. الآطام معناها المرتفعات، هذاكي موجودة بيننا وبينها بحدود 8 كيلو أو 7 كيلو. هاي اسمها آطام المدينة، هاي موجودة. وهاي اسمها آطام المدينة الحرة الشمالية، الحرة الشمالية، بس هاي مرتفعة. آطام المدينة اللي هناك أقل مستواها. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان بوده أنه يقاتل في داخل المدينة، ولكن مجموعة أخرى من الصحابة قالوا لا يا رسول الله نخرج. في الطريق تخيلوا من آطام المدينة لما وصلوا هون كان مع النبي عليه الصلاة والسلام 3000 صحابي. بس وصلوا قبل النخل هذا اللي هون، طبعا هذه كلها كانت بساتين، كلها كانت بساتين. قبل ما يوصلوا كان راجع من الجيش 2000 ولم يبقى مع النبي إلا 900 شخص. تخيلوا كان العدد 3000، اللي طلعوا مسافة 7 كيلو هاي كانوا 3000. فالمنافقين رجعوا. فنزلت الآيات في سورة آل عمران تتحدث عما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين قالوا بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. الآيات اللي تحدثت عن المنافقين اللي رجعوا ولم يشاركوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وصل النبي عليه الصلاة والسلام وجد الجيش جاي من مكة متمركز هون. هاي الطريق اللي حنروحها بعد شوي، طريق البساتين، هاي هي طريق مكة، يعني من هون بيجوا مكة. عشان هيك آبار علي هايها قدامنا زي ما انتم شايفين، هايها قدامنا راس الجبل، هاي نقدر نتعرف. فهذه طريق مكة أصلا. فهم أجوا فوجدوا من النبي صلى الله عليه وسلم لسه ما وصلوا، ما تمركزوا. فأمر مجموعة من الصحابة عددهم 50 وسماهم الرماة، وقال لهم بتطلعوا على هذا الجبل اللي احنا عليه الآن. هذه الآطام اللي احنا عليها اسمها آطام أحد. فقال لهم بتطلعوا هون، وسمي جبل الرماة باسمهم، وهو ليس
اسمه جبل الرماة. بتطلعوا وبتشوفوا المشركين لما يعرسوا هنا، يعرسوا يعني يجلسوا يتمركزوا. فإذا بدأت المعركة، طبعا بداية المعركة دائما في الغزوات كانت إذا بدأت المعركة ما بتبدأ هجوم ويلا نهجم، بيودوا واحد وواحد بتبارزوا بيشوفوا مين اللي بينتصر، واحد وواحد 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 3 مرات. فبعدها بيقرروا القيادة، إذا شافوا في ضعف في أقوى 3 فيهم، إذا شافوا في ضعف معين شو بيسووا؟ بينسحبوا بضلهم طالعين. إذا شافوا إنه فيها قوة أو فيها على الأقل توازن بيبدوا المعركة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخرج 3 من الصحابة من أجل المبارزة، وانتصر الصحابة ولم يستشهد أحد، والرماة كانوا واقفين هون. المشركين كانوا بدهم أهم شيء إنهم يستدوا لمعركة أو غزوة بدر الكبرى، فبدأ الرماة من هون يضربوا عليهم. شافوا النبال عليهم كبيرة جدا، ما استطاعوا أن يفعلوا شيء. خالد بن الوليد أجاهم من البساتين اللي كانت هون. أنا أتيت هنا في عام 1980 يعني قبل 31 سنة، أول عمرة أديتها. كانت هذه المنطقة كلها بساتين، شعلة خضراء ولا يوجد منها البيوت بيوت نهائيا. كان مقبرة حمزة، هيها أمامنا مقبرة حمزة، كانت هي الموجودة بدون هذا السور. كان سور قصير جدا طوله متر وشوية، ما كان هذا السور موجود أصلا، وهذا المسجد ما كان موجود، ولا هذا من البيوت كلياتها. هذه كلها كانت بساتين نخل كلياتها. طبعا بساتينهم هنا عبارة عن بساتين نخل، ما في عندهم بساتين زي عندنا مش وخوخ وبرقوق وتفاح ومش عارف شو، لا. فأجا خالد من بين البساتين، رأى إنه الرماة ما قدر، الرماة موزعين، المكان انتم شايفينه ضيق، لو بين كل رامي ورامي مترين بياخذوا الجبل كلياته. فشاف إنه الرماة موجودين، فبقي متمركز وين؟ عند البساتين اللي كانت موجودة هون. لما شافوا الرماة إنه عدد القتلى من المشركين كبير، طبعا قتل من المشركين 70، فلما شاف إنه العدد كبير والمشركين بدوا يتراجعوا، وشافوا بعض الصحابة من اللي تحت بدوا ياخذوا بالغنائم، شو عملوا؟ تركوا الجبل ونزلوا. خالد كان يقف في البساتين ملتف عليهم، التف ووقف نفس الوقف اللي هم وقفوه. ولكن كم كان عدد الجنود اللي مع خالد؟ 15 أو 17، أقل من 20. أجوا بالخيول تاعتهم، ما طلعوا هيك، طلعوا بالخيل لأنه كانوا كلهم خيالة، فطلعوا بالخيل ووقف كل واحد على الإيش؟ على الخيل. لسه على الخيل تمركزه بيكون أقوى وحركته بتكون أسرع، فوقفوا هون وبدوا يضربوا في المسلمين. والمشركين لما أبو سفيان شاف الوضع هيك بدأ إيش؟ يتقهقر، يرجع لورا عشان يعطي خالد الفرصة، هو واللي معاه عمرو بن العاص واللي معاه، يعطيهم الفرصة بأنهم يضربوا على راحتهم. وفعلا بدأت الدماء تسيل من المسلمين. الرسول صلى الله عليه وسلم كان تحت معاهم، وكان حواليه 10 من الصحابة، وكانت حواليه الصحابية المشهورة نسيبة المازنية أم عمارة. فرجعوا لورا، رجع لورا النبي عليه الصلاة والسلام حتى وصل هذاك الجبل، فلحقوا أبو سفيان ومجموعة من الصحابة. هنا بيبدأ عملية التهبيط المعنويات. مين دخل في المعركة؟ إبليس، الشيطان. بدأ يقول لهم إيش؟ محمد مات، قتل، محمد مات، محمد قتل. عشان إيش؟ تنكيس المعنويات اللي عند الصحابة. وفعلا يا جماعة الرسول صلى الله عليه وسلم انحشر، دافع عنه 10 من الصحابة كلهم استشهدوا. 10 من الصحابة استشهدوا، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم فأكل ضربة. حطوا له الصحابة خوذة على راسه حتى تمنع ضربة ليش؟ السيف انها تصل الراس. فأجا أحد المشركين وضربوا وين؟ على الخوذة هاي، خوذة إلها حدايد هنا، فدخلت حديدة وين؟ في جوا ثم النبي، شقت خده بالكامل، ودخلت وين؟ في جوا الأسنان تاعته، فكسرت 4 أسنان من أسنانه صلى الله عليه وسلم. وبدأ الدم يسيل، حتى بنته فاطمة بتقول إني كنت أدخل ايدي في المكان حتى يعني أشيل الدم. ونسيبة واقفة، ضربت نسيبة أكثر من 40 ضربة وهي تدافع عن الرسول. طبعا المشركين لما شافوا امرأة بتدافع
صار عملية هجومهم شمالها أقل، لأنه عندهم كرامة. المرأة إلها اعتبار عندهم، يعني شوفوا اللي بيصير في سوريا وفي ليبيا وفي اليمن، المرأة عندنا للأسف ما في، مشركين وجايين ينتقموا من الرسول، والرسول اللي موجود، ومع ذلك لما رأوا المرأة ما كان أحد منهم يستطيع أنه إيش؟ يتقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه وجود المرأة أصبح إيش؟ حاجز. هو كان بالإمكان تنزل الملائكة وتدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل بالإمكان إنها تعمل الملائكة زي ما عملت مع عيسى عليه السلام، إنها إيش؟ ترفع محمد، ولكن الله سبحانه وتعالى بده يعطينا درس في الصبر والثبات والالتزام. وتعلموا المسلمين هنا درس. في هاي المنطقة حمزة بقي لوحده، أجا وحشي من خلفه من منطقة مرتفعة، وقيل إنه صعد على الجبل الرماة، وشو عمل؟ وضربه برمح كبير معاه، ومعروف كان هو صياد مثله مثل حمزة ابن عبد المطلب، صياد الأسود. حمزة وعمر كان صياد رضي الله عنه، ووحشي كان صياد، فضربه فجاءت وين؟ في صدره، وقيل أنها في بطنه وخرجت من ظهره، يعني كان مقبل غير مدبر حمزة، فمات حمزة. فجاءت هند بنت عتبة زوجة أبو سفيان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل لها ابنا وأخا وعما، يعني أصيبت بصدمة كبيرة، وهي أكلت شيء في مكة وقالت لأنتقمن من محمد، فبأحب الناس إليه، وكان أحب الناس لمحمد صلى الله عليه وسلم عمه حمزة من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فاستشهد حمزة. فجاءت بخنجرها وفتحت شقت صدره وأخذت كبده، ثم لاكته، صارت تأكل بالإيش؟ بالكبد من شدة الانتقام الذي كان معها. ثم استشهد الصحابة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت أوجاع شديدة جدا، 300 من الصحابة كانوا جرحى، الوضع كان مو سهل. وأبو سفيان يتعهد محمد بأنه لأنتقمن منك غدا، فكانت غزوة اسمها حمراء الأسد، منطقة قريبة من هون. شوفوا الجبل الصغير هذاك اللي هناك، خلفه في منطقة بساتين اسمها منطقة حمراء الأسد. خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، هي المسجد النبوي أمامنا، خرجوا كلياتهم من المسجد منطلقين. أجى النبي عليه الصلاة والسلام بده يشلح لامته اللي كانت عليه، فنزل جبريل قال له هل أذن لك؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. على كل حال تتمة ما شاء الله يعني المقطع الفيديو اللي صور لنا اياه الدكتور الشيخ، الدكتور عم بيقول الدكتور عبد الله ونحن عم نتفرج المقطع، الله يسامحه المصور ليش ما بيحرك الكاميرا يجيب الجبال او يجيب المكان الشروحات اللي كان عم يشرح لنا فضيله الدكتور. يا ريت اي حدا بيروح على العمره يساوي هيك يعني شغلات، ونحن مستعدين نطالع هيك الشروحات وهيك تصوير جميل وهيك شرح رائع وجميل من فضيله الدكتور الشيخ عبد الله شواهني. دائما نسمع منه اشياء جديده او اشياء ربما تكون لم نسمعها من قبل، مثل قصه الصحابيه الله يرضى عنها ام عماره دافعت عن النبي صلى الله عليه وسلم وانضربت 40 سهم او 40 ضربه بجسدها الشريف. يعني هذا هو الله مثل ما يقولوا الله يثبتنا دائما على الايمان آمين. الكامل آمين. فضيله الدكتور يعني نحن لقائنا دائما معك نستمتع به الله يرضى عليك ونستفيد دائما. بدنا كلمات ونصائح للمعتمرين يلي عم يفكروا يروحوا او يلي هلا على الطريق او يلي بدهم يروحوا قريبا يعني ان شاء الله. يعني اليوم بتطلع من عندنا بحدود 200 الى 400 باص اليوم ما شاء الله. يوم الاربعاء، وغدا الخميس بيطلع له بحدود 50 باص. أقول أنا وطبعا بعد الساعة 3 أكثر الباصات تغادر. أقول للجميع أولا لابد أن نخرج من المدينة ومكة بجرعة إيمانية حقيقية، وأن نجعل يعني والله أحكي كلمة يا محمد، الباص اللي ذهبنا فيه كما ذهبنا فيه كما عدنا فيه، الشنط هي ما تغيرت، ما كان في زيادة أبدا، الناس ما ذهبت للمشتريات، فقط ماء زمزم اللي زاد عنا فقط لا غير، والباقي شوية ألعاب وتمور وشغلات زي هيك حشروها في الشنط اللي أصلا هم جايبينها. حتى إخواننا في الجمارك لما دخلوا على الباص وشافوا قالوا وين أغراض الجماعة؟ طيب فتحوا من تحت ما في ولا شنطة، حاطينها في الباص من ورا، طب من تحت ما في ولا شنطة، قالوا إيش هذا؟
انتوا رايحين رحله سياحيه ولا رايحين يعني غريبين؟ قالوا له هذه رحله دعوه، يعني احنا ما احنا رايحين. اقول للجميع الاردن مليانه، يعني بلدنا اولى ان نشتري منها. كثير الاغراض اللي موجوده في المدينه والمكه موجوده عندنا في اسواقنا في الاردن. ننعش الاقتصاد الاردني اولى ما ان ننعش الهنود والباكستانيين. يعني خلينا نكون صادقين وامينين، خلي الجرعه الايمانيه تكون اقوى. روحوا على الروضه الشريفه، روحوا امام النبي صلى الله عليه وسلم، نزلوا العبرات، نزلوا دموعكم، اذهبوا الى الحرم الكعبه، طوفوا حواليها، طوفوا في الاوقات الحر. انا جربت في هاي الرحله كيف اطوف فتره الظهر وفتره العصر، وحر شديد جدا وتعرق مو طبيعي، ولكن انت جنب الكعبه بالتمام، يعني انت ملامس للكعبه، ما في حدا. فرصه انها تزيد ايمانياتك، فرصه انك تشعر انه هاي الصحه اللي الله اعطاك اياها عشان تشكره. الشكر الحقيقي ان تؤدي العبادات في مثل هذا المكان، ونتصدق دائما بالشيء اليسير. العمله هناك حلوه، الريال حلو يعني عن 20 قرش. مين ما شفت بحط ريال للخدم هذول اللي بيخدموا في المدينه ومكه في الحرمين، والله العظيم بستنى بتفرج عليك نفسه تعطيه ريال. بشوف بعض السيدات السعوديات بيناولوهم 50 ريال، والله بيرفع ايديه وبدعي لها. طبعا بتدفع ال 50 ريال يعني 10 دنانير وبتظلها ماشيه، ولكن هو من وراء بنتفرج قاعد بدعي لها. يعني ما بتعرف انت ايش فرجت عنه بالريال والريالين اللي ممكن تعطيه. هذا اللي جاي يشتغل ب 400 ريال 500 ريال، واحنا بنشوف اولادنا واخواننا لما يشتغلوا بمثل هذه المبالغ كيف انهم ما بيأدوا الدور المطلوب منهم في بيوتهم. اذا انا بامكاني اني اتصدق واعمل وفعلا احسن من عبادتي وارجع بجرعه ايمانيه. بتمنى السلامه لجميع المعتمرين اللي حيزوروا بيت الله الحرام ان شاء الله. ان شاء الله. بدنا دعوه هيك صغيره. يعني أسأل الله العلي العظيم رب العرش الكريم سبحانه وتعالى في هذا اليوم الفضيل يوم الأربعاء المبارك أن يبارك أولا في أخي وحبيبي محمد رحابي، وأن يرزقه الذرية الصالحة اللهم آمين، وأن يشفي مريضتهم التي عندهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج همها بأسرع وقت اللهم آمين يا رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء، وأن يعيدنا إلى مكة أعواما عديدة وأزمنة بعيدة ومرات كثيرة بإذن الله تعالى، وأن لا يميتنا إلا وهو راض عنا. نسألك يا ربنا أن لا تميتنا إلا وأنت راض عنا يا رب العالمين يا الله. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يجزيكم خير. حياك كل الله. الشكر لفضيلة الدكتور الشيخ الداعية عبد الله الشواهنة على ما أتحفنا به، وإن شاء الله لنا لقاءات أخرى وقادمة إن شاء الله نشرح عن العمرة والحج بشكل مفصل أكثر، ونعرض ما تم تصويره هناك في بيت الله الحرام وفي مكة والمدينة. ومثل ما حكى فضيلة الدكتور إنه يا ريت يعني المسؤولين في المملكة العربية السعودية يسمحوا لنا بالتصوير، وخاصة إذا كانت رحلة دعاة وعلماء، حتى يتم الشرح للمشاهدين ويتم الشرح للأخوة والأحبة اللي بدهم يروحوا على العمرة وين هون وكيف هون، وشرح مفصل وجميل جدا يعني استمتعنا به. إن شاء الله نرى فضيلة الدكتور الشيخ قريبا ونحكي عن موضوع العمرة بشكل مفصل وأكثر. رح نطلع فاصل ونستقبل ثاني فقرة من فقراتنا، خليكم معنا. الله يجزيكم الخير. إلا فلا مولى لنا إلا أحب الله جل علاه، ومن حبي له أخشى حياتي كلها لله، حياتي كلها لله، فلا مولى لنا إلا حياتي كلها لله، فلا مولى لنا إلا أحب الله جل علاه ومن حبي له أخشى حياتي كلها لله. أصون النفس أحميها بنور الله أهديها، أصون النفس أحميها بنور الله أهديها، بحب الله أسقيها لتفرح عندما تلقاه، بحب الله أسقيها لتفرح عندما تلقاه، حياتي كلها لله، حياتي كلها لله، حياتي كلها لله، فلا مولى لنا إلا حياتي كلها لله، فلا مولى لنا إلا أحب الله جل علاه ومن حبي له أخشى، حياتي كلها لله. إذا ما الحب لم يسبي فؤاد المؤمن الصبي، إذا ما الحب لم يسبي فؤاد المؤمن الصبي، فوا أسفا على القلب لأن الزيف قد غشاه، فوا أسفا على القلب لأن الزيف قد غشاه، حياتي كلها لله، حياتي كلها لله، فلا مولى لنا إلا حياتي كلها لله، فلا مولى لنا إلا أحب الله جل علاه ومن حبي له أخشى، حياتي كلها
كلها لله. يقيني بين جنبي وأسعى بالهدى سعيا. يقيني بين جنبي وأسعى بالهدى سعيا. كفاني أنني أحيا وأمضي في سبيل الله. كفاني أنني أحيا وأمضي في سبيل الله. حياتي كلها لله. حياتي كلها لله. حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا. حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا. أحب الله جل علاه ومن حبي له أخشاه. إذا جادت لي الدنيا وأسقتني المناريا. لي الدنيا وأسقتني المناريا. ستبقى بين كفي ويبقى خافقي لله. ستبقى بين كفي ويبقى خافقي لله. حياتي كلها لله. حياتي كلها لله. حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا. حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا. أحب الله جل علاه ومن حبي له أخشاه. كلها لله. حياتي كلها لله. حياتي كلها لله. طبعا الله يطعمنا ويطعمكم يا جماعة إن شاء الله زيارة بيت الله الحرام إن شاء الله لكل مشتهي ولكل متمني ولكل هيك حابب أنه يروح على بيت الله. يا رب هيك الله يطعمه قريبا جدا إن كانت عمرة أو حج بإذن الله. وتكون هيك رحلة مثل ما شفنا هي الرحلة مع الدكتور الشيخ عبد الله شواهنة. تكون رحلة دعاة مو رحلة إننا هدفنا رايحين نشتري بس هدايا وتحف وأغراض ولأنه بالسعودية أرخص أو بالسعودية أفضل أو بأي مكان. لا، خليها تكون نيتك صافية وخالصة لله تعالى. تروح على العمرة تأدي الفريضة العمرة بكل يعني نية صافية وبكل قلب خاشع إن شاء الله. يا رب الله يطعمنا ويطعمكم بإذن الله. رح طبعا هاي الفقرة هلا رح نستقبل فيها محمد ولينا من شباب بسمة حياة. هذه البسمة التي يزرعوها بأي مكان، أينما ذهبوا يزرعوا هذه البسمة الجميلة. أينما حلوا يكونوا مبتسمين وجميلين. أنا عم بحاول أكون مبتسم هلا مثلهم بس إن شاء الله بتزبط معي. صباح الخير محمد وصباح الخير لينا. صباح النور. أهلا وسهلا فيكم. طبعا عرفونا على حالكم أكثر. محمد العلي ولينا الحاج، كل واحد تخصصه وشو بيشتغل وشو بيعمل وشو بيساوي. محمد العلي طالب كمبيوتر ساينس السنة الثالثة من جامعة الزيتونة. نعم. حاليا يعني بشتغل أعمال حرة يعني ايش ما بصح اللي بطلع يعني بس كان اذا تصميم بشكل بسيط او في ايفنتس يعني معينات هيك حفلات غير الحفلات الخيريه اللي بنطلع او امورنا نغسل. محمد انت مدير المجموعه او انت مؤسس مجموعه بسمه حياه؟ واحد من المؤسسين كنت وحاليا منسق بسمه الحياه، منسق المبادره. منسق صارت؟ ايوه. تنسيق المبادره صارت مبادره الان، هي كانت مجموعه؟ ايوه كانت مجموعه بما انه كنا داخل نطاق برنامج اذاعي. نعم. احد الاذاعات الاردنيه، وبحال انه وقف البرنامج فاصبحنا مبادره انه بس بدنا نسعى. طبعا انا بدي حابب اقول لكل المشاهدين اذا بتتذكروا هالشاب الحلو كان معنا سابقا من سنه تقريبا ببرنامجنا السابق اسمه هذه حياتي، فطلع هو والاخت منال دويك. منال دويك الله يذكرها بالخير. نعم. لينا الحاج خريجة تغذية من الجامعة الأردنية. حاليا عم في خطط مستقبلية كثير، شغل طبعا، تكملة دراسة إن شاء الله. يعني خريجة تغذية وبتشتغلي متطوعة مع مجموعة بسمة حياة؟ متطوعة من شهر 10 ببسمة الحياة. ما شاء الله. طيب بنحكي عن التغذية وأهمية التغذية لنحكي عن المجموعة، شو رأيكم؟ أكيد عن المجموعة. هو التغذية بتجيب بسمة. طيب احكوا لنا أول شيء، خلينا نعرف المشاهدين ماذا تعني بسمة حياة؟ متى أسست؟ شو الفكرة تبعتها؟ بتحب تحكي أنت لينا؟ أنا تفضل. نعم. احنا استمعنا اول شيء على اساس برنامج اذاعي كان 1/4/2008. نعم. وتم فرز المجموعات ل 30 مجموعه تقريبا 1/5/2008. كانت واحده احداهم بسمه الحياه. اخترنا اسم بسمه حتى نركز يعني خلق وعاده حلوه هيك في الحياه بتعطيك امل حتى تكمل. يعني اكيد ما بتزبط كشره حياه انت تكون كشره، يعني بسمه لازم تكون. بس انه حبينا البسمه، يعني نعم. تقدر تحكي فيه الامانه، فيه صدق، فيه غيره، بس انه قلنا البسمه نعم. ممكن تفوت على كل هاي الميزات. ثاني شيء انه كمبادره بسمه الحياه فتنا باكثر من مجال. نعم. يعني كانت امورنا شويه انه
متشعبة مع المسنين ومع الأطفال الأيتام، مع أطفال أسوياء. كنا ندمج مثلا الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة مع الأطفال العاديين، أو الأطفال الأيتام مع الأطفال العاديين، بحيث إنه هذه الفئات ما تحس إنها غريبة أو في عندها نقص يعني يميزهم عن الشعب بشكل سلبي. نعم. بسمة الحياة بصراحة بداياتنا كانت حلوة، بعدين مرت فينا كانت فترة علينا صعبة كلياتنا. نعم. يعني دائما يعني بشكل عام الواحد يعني مريتوا بفترة ازدهار وبعدين فترة ركود شوي، يعني مثلا نزلتوا فيها؟ ايوه فترة ركود وهيك نزلنا انحدار. شو السبب؟ السبب انه كان في عندنا مثلا بنات تنتين المنسقات الاولى دعاء درويش ومساء عاشور الله يسهل عليهم مع عبد الرحمن اللي هي رشا العلي، كانوا ينسقوا الوضع تمام. رشا انتهت باولادها وهذوك الله ستر عليهم، فاحنا كنا معتمدين عليهم دائما نيجي نشتغل جاهز. فما ما كان عندنا خبره كيف انا انسق عمل تطوعي او اشوف الجهات المحتاجه او حتى انه كيف نوفر الدعم. الشغله بتميز بسمة الحياه انه احنا دورنا كدور الوسيط، يعني حتى لو كان في شيء مادي بكون من داخل المجموعه. بس ابو حميد يعني اذا راحوا مثلا صبيتين او راح احد الاعضاء بتوقف مجموعه كامله وفيها الاف من الشباب؟ والله يعني هذا هون خطأ فادح. يعني لا هي عوقتها وقفت. لا هي كانت البدايات ما فيها خبره مثل هلا مثلا احنا مستوى خبره ومستوى وعي او اكثر من قبل. هلا انت مستلم التنسيق؟ هلا يعني انا مع محمد العلي بالتنسيق. يعني اذا رحت انت كمان هو بيجوز هلا يبلش يوقف. لا هي ممتازه. لا اكيد لا. لينا على صغير رجال. طيب بدنا نحكي هلا انت لينا انت من شهر 10 لحد الان معهم، من شهر 10 2010 لحد الان تقريبا سنه الا شوي يعني او نص سنه. لحد الان يعني من خلال هاي المجموعه احكي لنا عن المجموعه، انت شو رايك فيها؟ ليش انضميت لمجموعه بسمة حياه وشو دورك انت بالمجموعه؟ انضميت لبسمة الحياه حسيت انه في شيء بحياتي ناقص، يعني يعني بتحس انه معنى العطاء كثير بيعطي سعاده إلك. حلو كمان انك تبلش حياتك بابتسامه. من خلال بسمة الحياه قدرت صارت بسمة الحياه دستور حياتي، نبراس حياتي. صرت سلام شو هذا؟ لا عن جد بس صرت تطلع مثلا بتشوف حدا مكشر هيك بوشك، بس تبتسم بوجهه غصبا عنه بيضحك لك، بتحس انه انت عم تعطي طاقه ايجابيه للي قدامك. بس احيانا اللي قال لك شغله هلا احيانا نحن بمجتمعاتنا العربيه وقت بشوف شاب عم بيبتسم قدام شاب بتقبلها، بس كون ماشي بالشارع شوفك انت ابتسمتي لي خير ان شاء الله شو في. عرفت شلون؟ فهي النقطة، فابتسامة حلوة يعني. بس مجتمعاتنا العربية والمجتمعات الشرقية إن ما بتتقبل إن والله شوف بنت ماشية بالشارع مبتسمة، وين ما عم تفتكر مبتسمة. فهلا بالصين وباليابان اخترعوا جهاز للموظفين تبعهم لأنه هن دائما مبتسمين. بوصلوا مرحلة إن صاروا يتعبوا اللي بيكونوا بالمطارات وبيكونوا بالسكك القطار، الموظفين الموجودين هناك دائما لازم يكونوا عاملين هيك مبتسمين، فعم يتعبوا طول النهار مبتسمين، فراحوا جابوا لهم جهاز انهم يتمون هيك مبتسم. تماما عن جد. بعدين لاحقا طلع في تقرير انه بالفعل ان هدول اللي مبتسمين دائما حاطين جهاز عامل لهم هيك تمن حتى يكونوا مبتسمين، ونحن المشكله بدون لا جهاز وبدون اداء دائما الحمد لله مبتسمين. الحمد لله. طيب اعطيتك شعور حلو، اعطيتك انه مثل ما قلت انه صار في عندك انه قاعده اساسيه انه لازم تكوني مبتسمه. شو قدمتي او شو يعني قدمتي لحد الان او شو قدمت لك بسمة الحياه؟ بسمة الحياه قدمت لي معنى السعاده، نعم. معنى العطاء، وبالمقابل أنا حاولت أحط خبراتي قد ما بقدر لبسمة الحياة. حاولت إني ما أقصر بأي شيء، يعني أي شيء بقدر أقدمه كنت أقدمه من قلبي، يعني كرمال الشغل يطلع مرتب وإحنا نوصل فكرتنا صح. حلو. طيب رح نشوف هلا آخر مشروع لكم عملتوه، خلينا نشوف هذا الفيديو وبنرجع بنكمل معكم الحوار إن شاء الله. رح نشوف الفيديو الجميل يلي آخر مشروع من مشاريع بسمة حياة وبنرجع بنكمل مع هالشابين الرائعين لينا ومحمد. خليكم معنا. يا حنة على حنة علي جبينك
اهلا وسهلا فيكم من جديد. طبعا الفيديو اللي شفناه والصور رائعات جدا جدا. اول شيء بنبعث تحيه للمنشد والفنان انور حسام. مبدع ما شاء الله عليه. قريبا راح يكون معنا ان شاء الله بالاستوديو نتعرف على انور حسام وعلى بدايته او انطلاقته في مجال الفن الملتزم. الله ييسر له ويقويه اكثر واكثر. مثل ما شفنا هذا الفيديو، نحن دائما بحاول بالبرنامج عفوا حنا لحنا نستضيف الشباب الموهوبين، الشباب الذين يعملون في مجال التطوع والاعمال الخيريه. كثير ناس بيحطوا حجج انه نحن والله بالجامعه وبالمدرسه وبالتوجيه ما فينا هلا نشتغل وما فينا نطلع اعمال تطوعيه. هلا الدنيا صيف يا جماعه، وعطلنا من الجامعات وعطلنا من المدارس واي شيء. هي المجموعات الشبابيه اكثر منا بالاردن الحمد لله ما في، وبشكل خاص هون بالعاصمه بعمان عندنا مجموعات تطوعيه بشكل هائل جدا، مجموعات شبابيه بيشتغلوا بهذا المجال طبعا بدون راتب وبدون ما بيستنوا الاجر والثواب من احد. هن بيعملوا من اجل الله ومن اجل خدمه المجتمع المحلي ومن اجل الايتام. هدول الاطفال اللي شفناهم ايتام كان معهم 80 يتيم لعبون رياضه، وكان في عندهم هذا المشروع اسمه كن رياضي، فبيعلموا الاطفال من هلا يكونوا رياضيين. ويا ريت تكونوا انتم ايجابيين وتكونوا متطوعين وحلوين وتشتغلوا بالاعمال الخيريه. ادخلوا على الفيسبوك، حطوا بسمه حياه بيطلع لكم، حطوا بسمه عيد بتطلع لكم، حطوا اهل الخير بيطلع لكم، اي كلمه هيك بالاعمال، او حطوا مجموعه مثلا اعمال تطوعيه بيطلع لكم. انتسبوا لهيك مجموعات واشتغلوا بهيك مجموعات، والله بتتغير حياتكم الى الافضل. مثل ما حكت لينا ان كانت قبل مثلا ما تبتسم او كان شوي تغير حياتها، صارت يوميا مبتسمه مثل ما بتقول، وهلا ما شاء الله عليها مبتسمه. مجموعه انا رحت لعند الشباب زرتهم بمجموعه بسمه حياه، كان عندهم احد المشاريع، من اول ما تدخل تلاقيهم كلهم مبتسمين. فبتقول ان خير ان شاء الله. شو في مسرحيه جوا من على الباب الاستقبال، الشباب اللي عم يستقبلونا كلهم مبتسمين جوا، كلهم مبتسمين. فبنكتشف لاحقا انه هيك طبيعه الشباب بمجموعه بسمه حياه، انه كلهم ابتسامتهم دائما لازم تكون موجوده. بدنا نحكي عن هذا المشروع. محمد، شو فكره هذا المشروع؟ برياضي بيكون رياضي. بنحاول نحن دائما نختار اسم شوي شبابي، يعني مش زي الاسماء التقليديه. تمام. هاي اول شيء. فكره بدي احكي الفكره بشكل عام. بسمه الحياه شو مشاريعها، فكرتها حتى نفوت هذا المشروع. نعم. بشكل عام بسمه الحياه مش بتروح تعمل ايفنت ودقه ورقصه ولعبنا وروحنا واكلنا بس، يعني لانه اليتيم بطبيعه الحال حيندعم يعني شهاده انه يتيم في كثير ناس ممكن تساعده، لكن المساعده اللي عن جد ممكن نفتقرها والناس ما بتلاحظها اللي هي المساعده النفسيه. واهم شيء الاعتماد على الذات لما يتعدى عمر ال 18 هو او يصير بعمر انه لازم يعتمد على نفسه. ممكن تكون عنده تعود على ثقافه هات. ثقافه هات. حلو. انه لازم اخذ، يعني انه انا مسكين، انا يتيم، انا كذا. فعلا انه شيء بقهر. يعني احنا بنحكي ما بعرف في المخرج محمد بيازيد. نعم. عمل فيديو كثير حلو واثر فيي، انه طفل صغير بكون ماشي بالسوق يعني بضيع ابوه، بصير يركض شمال يمين وبقعد يبكي. فبقول لك انه هذا طفل انه فقد ابوه دقيقه، فكيف اللي فقد ابوه طول العمر. انه هون الشعور. لكن برضه احنا بهمنا انه عشان يكون فعلا يكون راضي عن حاله، واللي بدهم يساعدوا راضيين عن انفسهم، ان مساعدتهم توصل مش لليوم ولا لبكره، لاخر مستقبله، يعني لحد ما الله يكتب. انه يكون معتمد على ذاته. كيف معتمد على ذاته؟ معظم المبادرات والجمعيات الخيريه بتعطي. فاحنا قلنا ليش نعطي؟ احنا راح نعطي بس بشرط نحسس بروح المنافسه. ففتنا على فكره بير رياضي، قلنا خلينا نعمل نشاط رياضي، بدناش نجيب جوائز ل 80، هم 80 يتيم، نصف ذكور نصف اناث. بدناش نجيب لهم جوائز لل 80، بدنا نجيب 25 ميداليه وكاسين. حلو. مش كاس واحد عشان ما يقولوا تمييز بين هذول شباب وهذول بنات. في القدرات متفاوته. نعم. في الرياضه معروف. 25 ميداليه هذول كمان وزعناهم، عملنا دوري كره قدم للشباب، والعاب تيليماتش كانوا للبنات، وبرضه سباق جري للشباب. نعم. كنا نعدد جولات وناخذ اول واحد منهم. يعني هلا البرنامج اختلف عن كل البرامج اللي بيقوموا فيها الشباب، انه بالعاده نحن بنطلع اي مشروع خيري او اي مثلا مشوار لعند الايتام، ناخذ هدايا لكل هالايتام ونعطيهم اياهم ونمشي حالنا ونرجع. ايوه. هلا انتم اختلف الرؤيه تبعتكم، لا نحن ما راح نعطيهم هدايا، نحن راح نلعبهم، راح نسوي لهم منافسه رياضيه،
واللي بيربح بنعطيه هديه رمزيه اللي هي الميداليه. ايوه خليه يشعر انه هو بالفعل بطل، انه انجز، بدون بعيدا عن الهديه وبعيدا انه هو محتاج لكل شيء. لا هو ما انه محتاج، هو عباره عن بطل الرياضه، لعب الرياضه وفاز، وبيرجع على بيته، بيرجع على عند هذا معه الميداليه. فعلا بكون راضي عن نفسه، وحتى انه انت ما تشعروش انه انت يتيم، يعني لانك يتيم انا اعطيتك عندك نقص. ولا هو بقول لك يعني باخذها من عينك، بقول لك اني يعني انجزت وهي من حقي يعني. نعم. هيك بدنا اياه انه مثلا لمستقبل افضل، بس مثل الحياه دائما نفكر استراتيجيا لمستقبل الطفل. كنا عده فئات، احنا نفوت على اكثر من موضوع، لكن حبينا يعني اكثر شيء حبيناه الاطفال. ما بعرف انجزنا في الموضوع وتطورنا فيه بشكل يعني الحمد لله رب العالمين، يعني بشهاده الناس اللي برا مش شهاده الناس. اسمح لي اسال لينا، يعني انت كصبيه لينا ومجموعه الصبايا اللي معكم بالمجموعه، شو دوركم او شو بتقدموا يعني؟ او هل ينقص دوركم عن دور الشباب اللي هن بالمشروع؟ لا ابدا ما بينقص الاكثر دورنا. نحن دورنا من لا احنا حتى بنشاطاتنا بنبقى احنا البنات الاغلبيه حتى اكثر من الشباب. يعني حتى احنا المهام، نحن دائما مظلومين الشباب يا محمد. نعم. احنا المهام بتتوزع بيننا، يعني احنا الصبايا بنبقى ماسكين البنات، بنبقى ماسكين التنسيق العام يعني كمان ما قبل المشروع. قبل يعني بنكون مثلا مع مثلا ما بيبقى محمد العلي بيشتغل لحاله، بيبقوا مثلا كذا حدا، احنا جهود يعني مشتركه وربما تكون اكثر من البنات، يعني لانه مثلا عندها خبره مثل ما حكمتونا انه كان في صبيتين قبل ان عندهم خبره سابقه بالتنسيق، عندهم شغل او عندهم علاقاتهم الواسعه اللي هن بيحسنوا ينسقوا هذا الموضوع. انت بهذا المشروع الاخير شو كان دورك؟ انا بصراحه ما كان لي دور بالتنسيق، انا كنت برا الاردن، بس حاولت قد ما في اني اعطي بقلب النشاط، يعني اكون موجوده اساعد باي شيء طبعا على الفيسبوك ومن على النشاطات العلاقات الخارجيه. يعني العلاقات الخارجيه نشكر بالذات، يعني اذا سمحتوا لي البنت اللي مسكت الوضع ممتاز، يعني كانت يمكن الله اعلم لها اول تجربه انها تمسك التنسيق، بس مثل الحياه صفاء خندير، يعني شكرا لها. وفي برضه ربنا الله يعني محمد نور طويله ومحمد نصار، هذول يعني فريق تعبوا معنا، وطلال الترك طبعا عشان ما انساش. كل التحيه كل التحيه لهم، الله يعطيهم الف عافيه. بس انا سمعت انه لينا انه ساوت مشروع لحالها، نسقت مشروع لوحدها، احكي لنا عن هذا المشروع. علمي علمك كان ب9/4، كان نشاطنا نهدف من خلاله انه طبعا اخذنا الاطفال، كان عندنا 40 يتيم اخذناهم على متحف الاطفال بحدائق الحسين. بعد هيك كان تكمله النشاط بقلب الحديقه مع نشاطات والعاب تليماتش. شو يعني علمي علمك؟ علمي علمك معناها انه الاطفال من خلال متحف الاطفال وامكانيات المتحف حاولوا يطبقوا كل شيء عم بياخذوه بالمناهج النظريه بطريقه علميه. علمي علمك حلو هي. علمي علمك طيب. طريقه علميه وعمليه. عمليه علميه. حلو. وشلون كان المشروع نجاح يعني؟ الحمد لله كان يعني بشهاده الجميع كان منظم الحمد لله. هذا جهودك كله؟ بعطيها 100% يعني فيه من الله يعني بدون تنسيق محمد ولا اي حدا ولا من يعني على قولتهم ولا من نية حدا، انت لحالك انت بها سوي لك مجموعه لحالك معناتها اسمها علمي علمك وهيك مبادره لا انا بتشرف اني اشتغل تحت بسمه الحياه اكيد. طيب هلا بدي احكي عن الشعور، يعني هلا كثير نحن بنستضيف شباب بيشتغلوا بهذا المجال التطوعي وكذا، وبنسال عن شعورهم بيحكوا لنا اياه. المشاهدين هلا عم يشوفونا ربما يمكن عندهم هذا الشعور والاحساس الجميل مثلا خدمه الايتام، مساعده الايتام، العمل التطوعي، خدمه المجتمع، يعني انتم عم بتساعدوا ايتام او بتساعدوا ناس فقيرين او كبيرين، زائد انت عم بتساعد المجتمع او بتساعد الوطن او بتساعد الحكومه حتى بشيء ما في المجتمع بخدمه هؤلاء. اعطونا شعوركم، يعني نبدا بلينا. لينا بوقت انت بتشتغل هذا الشغل احكينا عن شعورك، شو بيكون؟ ان مجرد انت والله طلعتي بس رحتي لعبتي هالاطفال ورجعتي على البيت وبس ويعطيك العافيه ورحتي ونزلتوا صورك على الفيسبوك ونزلت انت صورك ابو حميد، طبعا اكثر بني ادم بينزل صور على الفيسبوك محمد يا جماعه عشان التوثيق اكثر حدا بينزل صور على الفيسبوك محمد لا ما شاء الله عليهم، بس بيجننوا كلهم. عم بمزح معك. احكينا عن شعورك. هلا اي طالب جامعي او حتى طالب بالمدرسه او ما بعد التخرج بيبقى عنده كثير اوقات فراغ، بيبقى محتار وين يروح فيها، سواء جهده ووقته مرات حتى فلوسه. نعم. يعني الشغل التطوعي فرصه كثير رائعه انك تستثمر الثلاثه بشيء مفيد للي قدامك. تحس انه اللي قدامك عم بتفيده، انت عم بتدخل السعاده على حياته، بالمقابل بترجع لك انت سعاده. اهلك ما كانوا يمانعوا لينا انه وين رايحه وشو بدك من هالمشوار وطالع عند الصبح تروحي مع الايتام او بالمتطوعين، واليوم في عندكم العصر مثلا كمان مشوار يعني خلص عندي بالبيت تروحي درسي او تعي اطلعي معي امك مثلا تقول لك روحي معي زياره عند بيت عمك او عند بيت فلان، احسن لك من الحكي؟ هلا يعني انا اهلي كانوا الحمد لله داعميني بهذا الموضوع،
يعني هي اساسا شغله ثقه، لما بيكونوا الاهل البنت واثقين فيها وين عم بتروح، كيف تحركاتها. لا ما بنحكي عن موضوع الثقه، بنحكي عن موضوع انها بتضيع وقت بشغله انه شو بدك فيها. لا هي بتبلش شغله ثقه لما بيكونوا واثقين فيي وبطريقه تفكيري، بيعطوني الثقه كمان حلو. بالوقت. اهلك عم بيعطوك ثقه محمد انك تروح تجي؟ والله بالفتره الاولى طلع عيوني بالعربي. لا بس الله يبارك فيهم، هلا حاليا الحمد لله يعني بصراحه يعني صحيت مبسوط. اليوم صحيت مبسوط؟ لانه الليله اول مره بحس اهلي واثقين فيه بس مثل هاي الدرجه. امبارح بس احترامات يعني ولو شبيه. خير ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين. ما هو دائما يعني الواحد بده يتعب، يعني بده شغله بده يتعب عليها. بس مثل الحياه كثير وقفوا ناس في وجهي، شو بتعمل؟ بتضيع وقتك، صار ايش شغل، تستفيدش ماديا. يعني هذا السؤال بيطرح نفسه، انت شو بدك؟ او بسمة حياة شو بدكم؟ وبعدين يعني سويتوا مشروعين الى اين؟ اول شيء انه سجل اسمك بالحياه، ضع بصمه. ضع بصمه، انه كيف انه هاي انا اسمي الرباعي محمد عمر محمد العلي. بعد الجيل الخامس او السادس اسمي حيختفي. بايش بدي اسجله؟ يمكن ما اكون مبدع علميا او متفوق او عندي امور معينه، لكن بحاول انه الاقي مخرج. اول شيء عشان اسجل اسمي مش لا احكي انا بس، يعني عسى انه تغفر لي. زي يعني مثلا بدناش نحكي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، مثلا الامام الشافعي الفضل اللي جابوا للامه هلا كلها هذه قديش بيجيب له عدات حسنات. كنا نقول الامام الشافعي نعم. فيه هاي شغله. الشغله الثانيه يعني بكره نحن بعد 10 سنين او 20 سنه او 100 سنه رح نقول الله يرضى عنه محمد العلي. بديش محمد العلي لو يحكوا بسمة الحياه. هل يعني انت تعمل لبناء اسم محمد علي ام بناء فريق، بناء عمل خيري؟ انت أنا مش شرط انه احكي اسمي، انه اسمي يمكن انا اعمل احاول اصفي نيتي ان شاء الله ربنا يتقبل واقدمها للي حواليه. يمكن هذا الطفل يكبر ويعلمها لابنه وابنه يعلمها لابنه، فهي بتكون يمكن وصلني انه الاجر من دون ما احتسب يعني. نعم. لينا انت شو بدك من هالشغل الاعمال التطوعيه؟ شو اهدافك؟ يعني شو مثلا نحن عم نشتغل بالاعمال التطوعيه انه والله بكره بيشوفونا جريده بيكتبوا عنا، بكره بيشوفونا تلفزيون بيستضيفونا، بيعرفونا الناس اكثر على الفيسبوك، بيصير عدد المشتركين معنا اكثر لانه طلعنا مثلا على التلفزيون، شافونا جريده مثلا انتم نزلوا لكم عده مرات يمكن في عده اماكن في المجلات المحليه او جرايد شغلكم او المشتركون؟ ما اعتقد، لكن في مواقع الكترونيه وحضرتكم نعم واذاعات. تماما. يعني هذا الشغل انه هدفنا نحن حتى نطلع هيك تحت الاضواء، نصير الاضواء يعني تسلط علينا. لا ابدا، انا مش كرمال احس اني عم بقدر اعمل شيء مفيد. انا هاي كانت نيتي من الاساس والله يقدرني انها تضل يا رب. ان شاء الله. هو في مقوله دائما حلوه انه لا تسال ماذا قدم لك الوطن، ولكن انت ماذا قدمت للوطن او للمجتمع. وحلو كثير انه يا جماعه يكون لكل واحد فينا بصمه بهذه الحياه. ماذا قدمت بحياتك؟ ما شو اول شغله شو قدمت لحالك؟ شو قدمت لعائلتك، لاهلك، لاسرتك؟ شو قدمت لجيرانك، لمجتمعك؟ يكون دائما في عندنا بصمه جميله بنتركها في المجتمع، يكون دائما نحن ناس ايجابيين، ناس متفائلين، بيكون المجتمع كله متفائل وايجابي، نكون ناس من مجموعه بسمه حياه دائما مبتسمين. فان شاء الله نصل الى مجتمع مبتسم دائما. ابتسم انت في الاردن، ان شاء الله هي تتحقق، يعني ان يكون كلياتنا مبتسمين. ابو شوفير التاكسي يكون مبتسم، ابو الباص مبتسم، كلياتنا مبتسمين، المخرج فراس مياس معصب يكون مبتسم. هلا نكون كلياتنا هيك مبتسمين وحلوين مع بعضنا. بدي اشكركم. بدنا كلمه اخيره قبل ما نشكر محمد. حاب ارجع لقدوتنا وسيله الصلاه والسلام. نعم. انه قال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق. سلام. فانه ابتسامتك في وجه اخيك صدقه. يعني هلا مجرد انتم عم تبتسموا هيك انتم عم تاخذوا صدقات. فعلا انه ما ليش الكسره يعني ما بجيب والله يعني انه هلا هو اللي قال لك شغله، انت بدون ما تكون مبتسم هلا خليك لا تبتسم، بين عليك مكشر. لا بدون ما تعمل هيك انت. نعم. فانه فعلا انه بتعكس علي كل شيء. يعني انا بالفتره الاخيره مرت عندي ظروف صعبه الحمد لله. لو بدي اوقف واحط ايدي على خدي واقول يا الله شو هذا وشو كذا، كنت اضحك ومبسوط كذا. وكثير من الناس بلوموني بفكروني انه انا مش حاسب حساب للامور هاي اللي عندي، لكن انه بحاول اطلع من هذا الجو. تفاؤلوا بالخير حقا تجدوه يعني فعلا. وبرضه بشغله ثانيه بس مثل الحياه بالنسبه للشباب، احنا مش حنقول اطفال فقط، اقتصرنا على الاطفال. احنا بهمنا كل شاب نشوفه شاب ممتاز منتج
صالح لنفسه قبل غيره ويصلح نفسه كمان، وصالح لوطنه قبل ما نقول شو صار. صالح لأهله. فعلا صالح لأهله، وخيركم خيركم لأهله. إن شاء الله نلاقي هذا الصالح ما يكون. بنحاول إنه نكون نحن نوصل لطبقة متطوعين مثاليين يعني إن شاء الله. إن شاء الله. الحياة. وقريبا جدا بإذن الله يعني عم ندرسها الحالة. الكل بقول لي محمد ليش لا ما رخصت؟ لأن عم ندرس يعني بيجينا عروض بصراحة بدنا نفرز نشتغل يعني اسم مرتب. في عندكم جمعية؟ في عندنا جمعية وفي مشاريع حاب أحكي عنها لأن أنا برنامجكم. حيكون عندنا نوزع 11,000 زي مدرسي للأيتام. 11,000 ما شاء الله. من مصنع بلبل ربنا الله يعني 11,000 بقدر احكي اسمه. برضه حيكون يعني في تبرع هيك يعني بسيط هاي في 4 خواريف. ما شاء الله اسمان يعني مش انحاء. حنوزعهم على الايتام وقل منهم يعني ايتام وفي ايتام وضع شوي ميسور. فايتام وبكون مع امهم مثلا انه ابوهم متوفي. نعم. فنحاول انه هذول على رمضان؟ لا هذول اليومين باذن الله. وال 11,000 على وقت الفصل المدرسية. رمضان في خطة راح تكون مفاجأة مش راح نعلن عنها الا بوقتها ان شاء الله. برمضان معناتها نستضيفكم ان شاء الله. على كل حال هلا امتى بدكم تذبحوا الخواريف حتى نروح نساوي شوي وكذا وهيك؟ لا نسوي امان يا جماعه. كلمة أخيرة علينا. يعني بحب انه كل حدا عم بيشوفنا عنده إشي بيحب يعطيه يشترك مع أي شغل تطوعي محمد مثل ما قلت مش بس بصمة الحياة. في كتير جمعيات كمان بالأردن من خلالها بتقدر توصل فكرتك وتقدر تعطي يعني. ولو ما اشتركت تشتغل لحالك. اشتغل يعني لحالك. جماعة انت واولاد عمك انت واصحابك بالحاره سووا هيك مجموعه صغيره وسميها طلع لك هيك باسم بيتك جيرانك يعني يمكن على اي اسم سوي اسم وطلع بمجموعه وشوي شوي بتكبر راح تصير جمعيه مثل ما محمد عم يفكر مثل ما كانت مجموعه شباب اهل الخير هلا صاروا مجموعه اهل الخير التطوعيه اسسوا جمعيه وصار عندهم مركز ومرخصه نظاميه وعم يشتغلوا هلا بهذا الشغل اللي هي جمعيه خيريه او جمعيه شبابيه خيريه. على كل حال بدي اشكر محمد العلي ولينا الحجاج على وجودهم معنا. لينا الحاج حاج واحد بس حاج حاف. لينا الحاج ومحمد العلي على وجودهم معنا، على ابتسامتهم الجميله، على شغلهم الرائع. بنتمنى من كل الشباب من كل اللي عم يشوفونا يا ريت تتطوعوا. طبعا هن موقعهم على الفيسبوك اسمه بسمة حياة، اذا حطيت بسمة حياة بتلاقوا. حابب احكي لهم انه facebook.com لو تحطوا /BASMT بس او بالعربي السيرش بسمة الحياة. بسمة الحياة وحاطين صورة شمس مبتسم يمكن هيك الشعار. نص شمس نص ارض شفتوها يمكن بالفيديو يعني. كانت بالفيديو. يعني اللي حابب يشترك معهم، اللي حابب يتواصل مع محمد، اللي حابب يتواصل مع لينا بيصير هاي الباجة. ايوه هاي الباجة تبعتهم او هذا الشعار راح يكون موجود على الفيسبوك ان شاء الله يكون مبين منيح واضح على الصورة. راح نودعهم هلا ونستقبل ثاني فقرة من فقراتنا اللي هي كمان مجموعة شبابية اسمها شباب بلا حدود. طبعا الجمعية الشبابية الثقافية الأردنية شباب بلا حدود. رح نحكي كمان عن هاي المجموعة. مثل ما قلت لكم أنا دائما بحب البرنامج نعرف المجتمع ونعرف كل الوطن العربي كل العالم اللي عم يشوفونا وبيتابعوا قناة جوسات إنه الحمد لله يا جماعة الخير بشبابنا كتير كتير كتير. بس نحن يا ريت نشوف هدول الشباب ونحركهم ونتعرف عليهم حتى نشتغل معهم ويكبر هذا الخير ببلدنا أكثر وأكثر. رح نطلع فاصل ونستقبل الفقرة الثالثة. خليكم معنا. يا حنة على حنة لما اشوفك بنسى عاتبك واحلى غنوة نفسي اقولها لسه برضو ما قلتهاش. مستحيل انا اوصفك بالكلام مش هنصفك. ابتسامتك الجميلة في عمري كله ما شفتهاش. عمري واحد مهما نوفي حبك انت ازاي يكفي. مهما عشنا 1000 مرة هقول حياتي ما عشتهاش. حبي اجمل من الخيال مش مجرد احتمال. وحلم شفته في عيوني اللي في حضنك ما اتحكاش.
انت اجمل من جمالك، نفسي اعرف ايه في خيالك واللي يخطر يوم في بالك، والحنين اللي ما انتهاش، الرموش تسأل عينيا ليه ما شفتش الا هي، والدموع تنسى القاسية وحزني لسه ما ابتداش. عمري واحد مهما نوفي حبك انت ازاي يكفي، مهما عشنا ألف مرة هقول حياتي ما عشتهاش. حبي أجمل من الخيال مش مجرد احتمال، وحلم شفته في عيونك ليه في حضنك ما اتحكاش. عمري واحد مهما نوفي حبك انت ازاي يكفي، مهما عشنا ألف مرة هقول حياتي ما عشتهاش. حبي أجمل من الخيال مش مجرد احتمال، وحلم شفته في عيون. اهلا وسهلا فيكم من جديد. طبعا الفقره الماضيه كانت مع مجموعه بسمه حياه، الفقره الان مع جمعيه شباب بلا حدود. طبعا مجموعات شبابيه تطوعيه تعمل في مجال الخير، اعمال التطوعيه تعمل في مجال التنميه، تعمل في مجال الارشاد والتوعيه للشباب وللمجتمع. يا ريت كل الشباب، شبابنا شباب الاردن، ان يعملوا معنا هذا العمل، يقوموا في هذه المبادرات الشبابيه والاعمال الخيريه والتنمويه والتي تفيد المجتمع والوطن بشكل عام. طبعا رح نرحب بضيفنا والاستاذ ابراهيم الهواوشة، رئيس جمعيه شباب بلا حدود. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك. صباح الخير. صباح الخير عليك. بدايه استاذ ابراهيم، عرفنا عن الجمعيه، متى اسست، متى بدات العمل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الجمعيه الثقافيه الشبابيه الاردنيه شباب بلا حدود تأسست عام 2006، باشرت العمل الرسمي عام 2006. طبعا فكرة الجمعية كانت بعد انحلال برلمان شباب العاصمة اللي بلشنا شغل فيه من 2003 لل 2004. حل البرلمان، كان رئيس البرلمان السيد محمد الهواوشة اللي هو مؤسس الجمعية، جمعية شباب بلا حدود. ل 2004 بلشنا نشتغل بالجمعية، والحمد لله ب 2006 تم الإعلان الرسمي عن الجمعية الثقافية الشبابية الأردنية مرخصة من وزارة الثقافة بقانون ترخيص الهيئات والجمعيات الثقافية. شو السبب بإنشاء هيك جمعية؟ الهدف من وراء هذه الجمعية؟ أو اللي طلع بالفكرة الأساسية اللي هو الأستاذ محمد، شو سبب طلع بفكرة إنه والله نسوي جمعية اسمها شباب بلا حدود؟ بصراحة كان برلمان الشباب كان معطينا فرصة كبيرة بحيث إنه نتشارك مع كافة شرائح المجتمع، من سياسيين لاقتصاديين لرياضيين، ناس اجتماعيين، فكان كل شرائح المجتمع موجودة أمامنا ومتوفرة، بنقدر توفر لنا الاحتكاك الداخلي والخارجي. لكن ما تمت البرلمان، ما تم، فعلى أثره أسسنا الجمعية. تمام. وبلشنا. الأهداف الجمعية أستاذ؟ الأهداف الجمعية بنحكي أهداف كلام جامد، يمكن شوية تكون مختصرة على بعض الأمور، منها تطوير وتسهيل وتثقيف ودعم، لكن هي بصراحة في أكثر من في المهام وفي الرسالة وفي الأهداف، فكلها مجتمعة في تسهيل عملية التبادل الثقافي للشباب من خلال تطوير الشباب بالاحتكاك الداخلي والخارجي، تطوير ودعم فكرة التنمية المستدامة، تعميق مبادئ الديمقراطية والثقافة المجتمعية عند الشباب. نعم. على الأغلب أهداف تشاركية نابعة من الشباب نفسه. تمام. بدنا نحكي عن يعني الأعضاء. أنتم يعني مثل هيك مبادرة صار لكم تقريبا شيء 6 سنوات تقريبا. من 6 سنوات لهلا كم عدد الأعضاء؟ كيف شايف يعني إقبال الشباب على هيك جمعية أو هي تختص بالشباب اسمها شباب بلا حدود؟ يعني عندهم الإطار مفتوح، السقف مفتوح، تفضلوا بس لعنا اشتغلوا. الحمد لله احنا من بداية 2006 كان تقريبا عندنا 30 عضو. الحمد لله الآن احنا بيشارف الرقم على 500 عضو داخل الأردن، وخارج الأردن أكثر من 1000 شخص متتبعين بين الفيسبوك والتويتر. المسجلين كم؟ المسجلين 500 شخص، 500 عضو. نعم. هذول وفعالين داخل المملكة. اللي فعالين احنا تقسيم الشغل عندنا على أساس اللجان. يعني 500 شخص يقودهم 50 شخص، ال 50 شخص مقسمين ل5 لجان، كل لجنة بيكون فيه لها شخص مع مجموعته
في حيث انه احنا نوزع نعم. المهام والاهداف على كل اللجان. ابراهيم، انتم وين مقركم الموقع الاساسي لكم؟ المقر الاساسي في عمان والفرع الثاني في محافظه نادبه. يعني مسوين لكم يعني الموقع هنا الاساسي هنا في عمان الرسمي، ولكم فرع بمادبه. الحمد لله فرع في حابين تتطوروا تفتحوا فروع، ليس لنا فروع اخرى يعني؟ لا، بهمة الشباب ان شاء الله، احنا شباب بلا حدود. نعم. ان شاء الله راح تكون على مستوى المملكه وعلى مستوى الوطن العربي. كم مشروع لحد الان سويتوا من 6 سنوات لحد الان؟ لكم مشاريع انجازات؟ إن اكثر من انجاز. احنا مشاركاتنا تختصر ما بين مؤتمرات، لورشات عمل، لتدريب، محاضرات، شبكات حواريه اجتماعيه، تشبيك اجتماعي، اكثر من نشاط يعني داخلي وخارجي، يشارف على 100 نشاط تقريبا، ما بين مشاركات مؤتمرات طبعا من ضمنها مؤتمرات خارجيه على مستوى عالمي. نعم. شلون شايف يعني وقت انت عم تسوي المؤتمرات والندوات في اقبال من الشباب؟ عم بيجيكم اقبال، بدنا الفائده، هل تصل المعلومه اللي انتم بدكم اياها تصل الى الشباب، او بتشوفون انه بالفعل وصلنا لهم الاهداف او المعلومه اللي بدنا اياها وصلت بشكل مناسب؟ بصراحه احنا نبحث عن الطاقه الموجوده عند الشباب. احنا الحمد لله يعني ضمن الفئه العمريه المستهدفه يعني كشباب نبحث عن الطاقه الكامنه داخل الشاب، شو ممكن يساعد، شو ممكن يقدم، شو في عنده أفكار حاب يطرحها، شو في مشاريع ممكن هو يقدمها تعود بالنفع عليه شخصيا أو على المجتمع. ممكن احنا ناخذ الفكرة نوصلها للناس المختصين، ممكن ندعم الفكرة من خلال ورشات عمل، ممكن لقاءات خارجية وداخلية، بحيث أنه تندعم الفكرة ويندعم الشاب صاحب الفكرة، فيكون في عنده تقريبا طريق يعني للتمكين. نعم. أبرز نشاطاتكم شو هي؟ أبرز نشاطاتنا مشاركات خارجية، بنحكي عن مؤتمر صناع السلام اللي كان صار على مستوى عالمي في الولايات المتحدة الأمريكية. مؤتمر حوار الثقافات صار في تشيك. عم تحضرون رحتوا عليهم؟ 2008 طبعا شاركنا فيهم وحضرناهم. في منتدى الإصلاح العربي صار في جمهورية مصر العربية. منتدى الفكر العربي كمان في جمهورية مصر. مهرجان الفلكلور العالمي صار في الجزائر 2007. ما شاء الله. حلو. الحمد لله. يعني نشاطات حلوه وخارجيه يعني على مستوى كمان. الفائده من هي انتم شو بتستفيدوا هلا؟ مثل حضرتك اذا طلعت او انتم اعضاء من الجمعيه وطلعتوا على هيك مؤتمرات، شو الفائده اللي بتحصدوها من هاي المؤتمرات؟ كل مشاركه في لها موضوع معين، في لها هدف معين. احنا جمعيتنا المشاركات متنوعه. نعم. فبالتالي يكون كل مجموعه من الاشخاص يشاركوا يكونوا مختصين في مجال المشاركه اللي راح يشاركوا فيها، فبتكون الفائده يعني عامه اكثر. يعني مهرجان فلكلوري في ناس مختصين بالثقافه الفنيه، مهرجان صناع السلام في ناس مختصين بالقياده الشبابيه وفي مجال السلام، مؤتمر حوار الثقافات في ناس مختصين في مجال الثقافات، فبالتالي تكون الفائده اعم واشمل والفائده كمان متنوعه. جميل. ب 21/7 بعد تقريبا شهر من الآن في عندكم أنتم مشروع رح تقوموا فيه، شباب بلا حدود، احكي لنا عن هذا المشروع. مشروع المؤتمر العالمي السنوي تبادل الخبرات في حوار الثقافات. المؤتمر على مستوى عالمي انعقد للمرة السادسة. طبعا بدي أشير لنقطة أستاذ محمد، أنه المؤتمر انعقد في الولايات المتحدة سنتين، في دول أوروبا الغربية مرتين، في أوروبا الشرقية مرة. المرة هاي انعقد في الشرق الأوسط تحديدا بالأردن. إنجاز كبير هذا. إنجاز الحمد لله، يعني جهود ما تتوقع من 3 سنين وإحنا نعمل على هذا المؤتمر، والحمد لله تمكنا من أنه نحصله يكون الأردن أول بلد عربي وأول بلد بالشرق الأوسط يستقطب مؤتمر على هذا المستوى. نعم. والحضور والمشاركة راح تكون مشاركة عالمية. المشاركة مفتوحة للجميع، المشاركة على مستوى العالم. الخبرات اللي راح تكون موجودة. احكينا عن هذا المؤتمر، شو أهداف هيك مؤتمرات، شو الفائدة من هيك مؤتمرات؟ مؤتمر تبادل الخبرات في حوار ثقافات. احنا عمالنا بنجيب نستقطب كل خبرات العالم، وعندنا بالأردن في اندماج لحوار ثقافي، حوار ثقافي متنوع، متنوع على المستوى الديني، متنوع على المستوى الثقافي، على المستوى اللغوي الفكري. نعم. في عمان راح يكون بعمان. وين في مقر معين؟ الافتتاح راح يكون في المركز الثقافي الملكي إن شاء الله بيوم 21 الساعة 6 للساعة 9 مساء. باقي ورشات العمل راح تتوزع إن شاء الله، فرصة كمان طيبة لكل الشباب طلاب الجامعات. راح تكون في أكثر من جامعة، 3 جامعات راح نعمل فيها ورشات عمل، بحيث أن تكون الفائدة كمان والدعوة عامة للجميع.
المشاركة مفتوحة للطلاب؟ للجميع. نعم، الطلاب جميعا. بالنسبة لهيك مؤتمرات، يعني مثل هيك مؤتمر كبير، أنتم هو من تنسيقكم وأنتم رتبتوا لهذا الموضوع. الحمد لله. مين الداعم لكم إبراهيم؟ مين عم يدعمكم لهيك مشاريع؟ يعني أنتم مجموعة من الشباب اللي عم تشتغلوا بهاي المجال اللي هي التثقيفية والتوعية للشباب. التنمية، وزارة التنمية الاجتماعية، التنمية بتدعمكم؟ في وزارة معينة بتدعمكم؟ الثقافة، التعليم؟ والله أنا بدي أتوجه لكل الناس والمختصين، الوزارات، كل الشركات، كل الأشخاص نعم. اللي عندهم ثقافة وعندهم حب لهاي الأعمال كمؤتمر عالمي سنوي. يعني بصراحة احنا تعبنا لما جبنا مؤتمر على هذا القدر يعني. نعم. لكن دعم ما في دعم. ما في دعم؟ ما في دعم. مثل هيك مؤتمر ما في دعم؟ ما في دعم ولا صراحة. من الجهات احنا شكل عندنا عائق نعم. كبير الدعم. وزارة يعني التعليم، وزارة الثقافة، الجامعات؟ مشكورين كلهم، وزارة الثقافة، وزارة التعليم، وزارة التنمية الاجتماعية. طيب. الكل استقبل الموضوع بصدر رحب، لكن طيب ما اختلفنا، بدهم يستقبلوا هيك موضوع، اكيد بدهم يستقبلوه. وين الدعم؟ يدعموكم ماديا، يدعموكم بكل شيء، بكل طاقاتهم، لانه هذا مؤتمر مثل ما بتحكي مؤتمر عالمي. مؤتمر عالمي. واول مره بيصير في الشرق الاوسط، وخصوصا هنا بالاردن. هي من جهودكم مشكوره. الحمد لله. ما يكون في دعم لهذا الموضوع لازم، يعني مشكله. هم دعمونا معنويا. وهلا نحن بندعمك معنويا. هلا كل المشاهدين عم يدعموك معنويا وعم يدعوا لك، وروح الله يوفقك يا ابراهيم. شو راح تستفيد؟ ماشي، بتستفيد من الدعوه، بس بدنا شيء مادي يعني تيسر لكم اموركم. نداء منك انت لكل طيب التجار وين؟ تجار البلد في دعم من الشركات والتجار والمؤسسات؟ ما في دعم كمان. ما في دعم برضه. اهلك عم يدعموك يا ابراهيم؟ هم اهل الاخر شيء يصفوا رايحين يدعموا. بس هذا بده مبلغ، يعني مثل هيك مؤتمر بده مبلغ. بصراحه اخذ منا كثير وقت، واخذ منا كثير جهد، واخذ حتى يعني ماديا احنا دفعنا يعني كشباب، وتعرف يعني كشباب شو امكانياته وشو قدراته. طيب بس هي رساله لكل التجار والشركات التجاريه الكبيره بالبلد، يعني فيكم تتعاملوا مع جمعيه شباب بلا حدود وتنزلوا دعايات عندهم، يعني يكون خلفيات للشركات تبعتكم، انتم بتدعموها من مقابل انه يكون سبونسر معين، رعايه معينه لهذا المشروع، ويكون اسمكم موجود يعني. نعم. وطبعا ما راح حتى الاجر والثواب عند رب العالمين ما راح يضيع، لانكم عم تدعموا انت شيء لخدمه الوطن وخدمه المجتمع. صحيح. وخدمه هيك مجموعه شبابيه رائعه عم تشتغل، وجايب لكم مؤتمر عالمي يعني لتبادل الثقافات والخبرات. شيء رائع جدا. فحلوه اننا نروح نحط لوحات، خلفيات للشركات، اسماء شركاتنا، وهي تعتبر كراعي وتعتبر كسبونسر معين. والله انا بدي اتوجه لكل الشركات يعني. نعم. ما بدي اخص بالذكر يعني شركات معينه، لكن الكل احنا تقريبا وصلنا ل 80% من الناس الداعمين اللي دائما موجود اسمائهم كسبونسر شيبس لكل الاحداث اللي بتصير بالاردن. نعم. لكن من 80% بصراحه ما لقينا اي تجاوب. التجاوب المعنوي موجود. طيب محتمل يكون مثلا في عندنا مشكله بالمسوقين لهذا الموضوع. المسوقين ممكن يعني محتمل يكون في مشكله بالمسوق اللي بيروح بيعرض هاي الفكره، محتمل ما بيكون عم بيوصل الرساله بشكل مناسب. محتمل. انا بحكي لك الفكره هي مسوقه نفسها لحالها. الفكره لما تحكي مؤتمر عالمي سنوي، نعم، مؤتمر شبابي بيحكي عن حوار الثقافات، يعني موضوع عالمي. يعني جلالة سيدنا المؤتمرات العالميه تحكي عن حوار ثقافات. نعم. جلالة سيدنا بدعم حوار الثقافات، قادة العالم بدعموا حوار الثقافات. اكيد. فالفكره مسوقه نفسها. انتم شو بيلزمكم هلا كرعايه؟ بركي بنحاول هلا نرتب ان شاء الله شي حدا هلا عم يشوفنا يرى الموضوع. شو لازمكم؟ اي ناس احنا بنتواصل معهم. يعني انتم شو هلا انتم لازم لكم بالنسبه للموضوع او تكمله، او شو ناقص عليكم بمشروعكم هذا؟ 21/7 في عندنا كثير، يعني ما في كثير نقص، لكن في كثير مجالات ممكن يدعموا فيها. يعني التنقلات، المواصلات، الإقامة. الوجبات، التكنولوجيا، وسائل الإعلام، الصور، البوستر. الجامعات فتحوا لكم ابوابهم، ما في عندهم مشكله باستقبال؟ الجامعات مشكوره. نعم. الحمد لله هيئونا القاعات. طيب نحن ان شاء الله يا رب هلا اللي عم يشوفونا كلهم اعزائي المشاهدين اللي عم يشوفونا او اللي ما عم يشوفونا تخبروا اللي ما شافونا انه يا جماعه في مثل هيك مؤتمر يلي هو المؤتمر العالمي لتبادل الثقافات والحوارات اللي راح يكون هون بالاردن ب 21/7 بتنسيق جمعيه شباب بلا حدود. اللي حابب يساوي دعايه، اللي حابب يساوي اعلان، اللي حابب يساوي يعني ينزل معهم كراعي، ينزل معهم كسبونسر. بان كان بالجامعات رح تنزل دعايتك وكل الناس يشوفوها، وكل الشباب الاردني وكل الحضور اللي رح يحضروا. فرصه حلوه. طبعا اكيد رح يكون في تلفزيونات ان كانت محليه او عربيه تغطي هيك مؤتمر عالمي. ابراهيم، قبل ما اختم معك بدي رساله او كلمه اخيره.
شو لمين بتحب توجهها؟ شو بتحب تحكي للشباب؟ بدي أوجه لكل الشباب وكل الناس اللي بيسمعونا واللي بيشوفونا، إنه حتى وسائل الإعلام العالمية الأجنبية هي اللي راح تكون موجودة عنا، يعني هم اللي رحبوا بالفكرة وراح تكون موجودة على تغطية المؤتمر. نعم. بدي أوجه كلمة لوسائل الإعلام العربية وسائل الإعلام الأردنية بمختلف القنوات، إنه هي كمان تكون موجودة وحاضرة، وهي اللي تعمل فكرة، لأنه مؤتمر عنا إحنا بالأردن. أنتوا عملتوا على موضوع الدعاية، سويتوا دعاية لهذا الموضوع؟ في دعاية موجودة على صفحة الفيسبوك Youth Without Borders. بس في كثير ناس ما عندهم فيسبوك أو ما بيتعاملوا بالفيسبوك. على الإنترنت الدعاية موجودة، يعني على الويب سايت، على الفيسبوك، على تويتر، على المواقع الاجتماعية كاملة موجودة الدعاية. نعم. كلمة أخيرة، في كلمة أخيرة تحب يعني هلا هاي الدعاية؟ لكم وشكرا لكل شكرا لك إبراهيم. أنا حاسس بالمعاناة اللي أنت معانيها إبراهيم، وأنا إن شاء الله رح نحاول كل جهدنا إن كان بقناة جوسات أو على المستوى الشخصي الدعم والمساعدة لهيك يعني مؤتمر رائع جدا يفيد الشباب، شباب البلد، شباب الوطن، يفيد فائدة عامة بالنهاية. طبعا فائدة عامة فيها تبادل ثقافة، تبادل خبرات، تبادل يعني نتعرف على حدا ثاني، نشوف واحد ثاني نتبادل معه كل هالثقافات، وانتم خاصة رح يجوا من جميع تقريبا او معظم الدول العالمية والعربية. معظم دول العالم. نعم. بدي اشكر وجودك معي ابراهيم. شكرا. نتمنى لك التوفيق لهذا المشروع ان شاء الله ب 21/7، ورح نكون معك نغطي الفعاليات ونشارك معكم بهذا المؤتمر. ورسالة لكل المشاهدين ورسالة لكل الداعمين، يا ريت تدعموا هيك شباب اللي بيشتغلوا بخدمة المجتمع وخدمة الشباب وخدمة الوطن وخدمة الثقافة والحوار. كل الشكر لإبراهيم الهواوشة رئيس جمعية شباب بلا حدود، وكل الشكر لحسن المتابعة أعزائي المشاهدين. نشوفكم إن شاء الله بكرة بنفس الموعد، إلى اللقاء. يا حنا لا حنا تعب المشوار من خطواتي وخطواتك، تعب المشوار ونسينا الدار والزوار نسيناهم، جني يا دار. تعب المشوار من خطواتي وخطواتك، تعب المشوار ونسينا الدار والزوار نسيناهم، جني يا دار. وعلى وين الدرب مودينا، وعلى أي شط مرسينا، على وين الدرب مودينا، وعلى أي شط مرسينا. يا بحر اتركنا علمينا، خلينا صغار خلينا صغار خلينا صغار. يا دنيا علينا بكرتي ونحنا تنسينا، وحدك رح تبقي يا دنيا نحنا زور.
نحنا زوار. صباح الخير يا